فيديو النهارده هيتكلم عن أفضل الأفلام الأنيميشن اللي قدرت تتفوق على أفلام ديزني، وحبينا نرشح لكم الأفلام دي لأنها ما أخدتش حقها. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة موفي ستوري وتكتب لنا في كومنت إيه أكتر فيلم عجبك فيهم. فيلم مستر بيبودي أند شيرمان. فيلمنا النهارده بيبدأ بكلب اسمه مستر بيبودي، واللي بيبدأ ويحكي لنا عن نفسه أيام ما كان لسه صغير، وبيقول إن هو كان مختلف عن باقي الكلاب، وإن ده هو السبب اللي ما خلاش أي طفل يتبناه. وبيكمل بيبودي حكايته وبيقول إنه بالرغم من كده ما استسلمش، وانه فضل يطور من نفسه ويعلي في مهاراته لحد ما اتخرج من الجامعه. وبنعرف وقتها ان بيبودي قدر انه يفيد البشريه بكل المعلومات والاختراعات اللي هو اخترعها. وبعدها بيبدا يعرفنا على ولد صغير اسمه شيرمان، وبيقول بيبودي انه هو الوصي عليه. وفي يوم من الايام بيكون شيرمان عنده فضول انه يتعرف على كل الاحداث اللي حصلت في الماضي، وعلشان كده بيقرر بيبودي انه يخترع آلة الزمن اللي هتقدر ترجعه للماضي. وبعد شويه بيدخل بيبودي هو وشيرمان للمختبر، واللي بتكون مساحته كبيره وكمان متطور جدا. وبعدها بيدخلوا هما الاتنين جوه آلة الزمن علشان يسافروا للماضي، وفعلا بتشتغل الآلة وبينطلقوا بيها وبيرجعوا بالزمن لسنة 1789 وتحديدا في فرنسا. وهناك بيبدأ بيبودي يعرف شيرمان على ملكة فرنسا اللي كانت بتحب الحلويات جدا، ولكنها للأسف ما كانتش بتحكم شعبها بالعدل، ولأن الفترة دي معظم الشعب كانوا فقراء قرروا انهم يعملوا ثورة عليهم. وفعلا بيبدأ الشعب يهاجم القصر الملكي ويعتقلوا كل اللي موجودين فيه، وكمان بيطاردوا بيبودي وشيرمان في المجاري لحد ما بيقدروا انهم يحاصروهم. ولكن وقتها بيقدر بيبودي انه يخدع قائد الحراس وبياخد منه السيف بتاعه، وبيبداوا يتبارزوا هما الاتنين. وساعتها بنلاحظ قد ايه بيبودي ذكي جدا وموهوب في المبارزه بالسيوف، وفعلا بيقدر بيبودي انه يهزم قائد الحراس، وكمان بيكسر الحاجز اللي بيخرج ميه كتير وبيغرق المكان بالكامل. وساعتها بيجري بيبودي وبياخد شيرمان وبينط بسرعه جوه انبوب المجاري. وبنلاحظ وقتها ان بيبودي بيكون عامل حساب لكل حاجه ممكن تقابله، وبيفضل يفكر في طريقة علشان يخرجوا بيها من المجاري. وساعتها بتيجي لبيبودي فكرة مجنونة، وبيستغل وجود الغاز اللي بيكون خارج من مية الصرف، وبيستخدم غطا المجاري وبيتسبب في اشتعال الغاز ده، وبيخرج هو وشيرمان من المجاري وبيطيروا فوق في السماء. وساعتها بينبهر شيرمان لما بيشوف كم الانفجارات اللي بتحصل في المدينة. وبعدها بينزلوا هما الاتنين في الغابة وبيروحوا للمكان اللي آلة الزمن موجودة فيه وبيركبوها. وفي الآلة بيبودي بيفكر شيرمان إن بكرة هو أول يوم ليه في المدرسة، وبيبدأ بيبودي يشغل الآلة وبينطلق هو وشيرمان علشان يرجعوا الحاضر من تاني. وفي تاني يوم بنشوف بيبودي وهو بيوصل شيرمان للمدرسة، وبمجرد ما بيوصلوا هما الاتنين للمدرسة بيفضل بيبودي يدي نصايح لشيرمان، وكمان بيديله صفارة علشان يستخدمها لو احتاج لمساعدته. فبيشكروا شيرمان وبيودعه وبيسيبه وبيدخل للمدرسة. وأثناء الحصة بتبدأ المدرسة تسأل الطلاب عن أول رئيس لأمريكا واللي اسمه جورج واشنطن، وبتنبهر المدرسة لما بتلاقي إن شيرمان عارف كل حاجة عنه. وفعلا بيبدأ شيرمان يحكي لزمايله كل حاجة حصلت في الماضي مع جورج واشنطن، فبينبهروا كل اللي موجودين ما عدا زميلته اللي اسمها بيني، واللي بيبان عليها انها متعصبه جدا، وده لانها بتغير من شيرمان. وفي وقت الغدا بيروح شيرمان علشان ياكل مع زمايله، وفجاه بتيجي بيني وبتفضل تتريق عليه وبتقوله ان هو ما ينفعش ياكل اكل البشر زيهم، وده لانه كلب زي الشخص اللي بيهتم بيه. وبتوقع بيني الساندوتش من ايد شيرمان وبتطلب منه يمشي على ايديه ورجليه علشان يروح يجيبه، وكمان بتاخد منه الصفاره بتاعته وما بترضاش تديها له. ووقتها بيفضلوا كل اللي موجودين يتفرجوا على شيرمان وهو بيتضرب وبيتريقوا عليه. وبعد شويه بنشوف بيبودي بعد ما بيوصل لمكتب مدير المدرسه، وهناك بيعرفوا المدير ان شيرمان اتخانق مع زميلته، وكمان بيوري له ملف فيه صوره لبيني بعد ما شيرمان عضها. فبيتصدم بيبودي لما بيسمع الكلام ده، وفجاه بتقاطعهم الموظفه اللي اسمها جرونيان، وبتعرفوا انها الموظفه المسؤوله عن حمايه حقوق الطفل. وبتقول لبيبودي ان الخناقات ما بين الاطفال دي حاجه عاديه، ولكن انهم يعضوا بعض دي مش حاجه عاديه خالص. وبتبدا جرونيان تشرح له ان ما ينفعش يكون في كلب وصي على تربيه طفل، وبتبلغه ان المحكمه هي اللي هتفصل ما بينهم. وبتقوله انها هتزوره بكره في البيت علشان تحقق في الموضوع اكتر، وبتعرفه انها لو لقت اي حاجه غريبه هتنهي وصيته على شيرمان للابد. وبالليل بنشوف شيرمان اللي بيفضل يعتذر لبيبودي عن اللي حصل، وبيفهمه ان هو عمل كده لان بيني ضربته، وانها فضلت تستفزه وخلت كل زمايله يضحكوا عليه، وانها كمان قالت له انه كلب زي اللي رباه. فبيتاثر بيبودي من كلام شيرمان وبيسيبه وبيخرج. وفي الوقت ده بيبان على بيبودي انه حزين جدا من اللي حصل، وبيفضل يتريق على صوره مع شيرمان. وبيفتكر بيبودي لما كان ماشي في الشارع وسمع صوت طفل بيعيط، وبمجرد ما بيبودي بيقرب من مصدر الصوت اكتشف ان في طفل رضيع مرمي في كرتونه. وساعتها بيقرر بيبودي انه يتبنى الطفل ده وسماه شيرمان، وفضل بيبودي مخلي باله منه واهتم بيه لحد ما كبر. وفي اليوم اللي بعده بيستغرب شيرمان لما بيلاحظ ان بيبودي بيحضر اكل كتير جدا، وساعتها بيساله شيرمان عن السبب. وفجاه بيرن الجرس وبتوصل بيني هي واسرتها، فبيتصدم شيرمان لما بيشوفهم. اما بيبودي
بادي فبيشكرهم لأنهم وافقوا يزوروهم علشان يحلوا المشكلة اللي ما بين أولادهم، وبيطلب بي بادي من شيرمان إنه ياخد بيني ويفرجها على البيت، وبيستقبل بي بادي والد ووالدة بيني وبيرحب بيهم. وفي الوقت ده بيكون شيرمان بيحاول إنه يعتذر لبيني، ولكن بيني بترفض اعتذاره وبتقوله إن كل الكلام اللي هو قاله عن جورج واشنطن كان غلط. فبيتضايق شيرمان وبيقول لها إنه متأكد من كلامه، وبيعرفها إن هو سافر بالزمن وشاف كل اللي حصل بنفسه. وبياخدها شيرمان وبينزلوا للمختبر، وهناك بيحكي لها كل حاجة عن آلة الزمن. فبتنبهر بيني بمجرد ما بتشوف الآلة، وبتكون متحمسة جدا وعاوزة تسافر بيها للماضي، ولكن شيرمان بيرفض لأن بي بادي حذره من إنه يستخدم آلة الزمن لوحده. فبتفضل بيني تستفز شيرمان وبتدخل جوه آلة الزمن علشان تجربها، وساعتها بيضطر شيرمان إنه يسافر بيها للماضي. ومن ناحية تانية بيكون بي بادي قاعد بيحتفل مع والد ووالدة بيني، وفجأة بيجي شيرمان وبيطلب من بي بادي إنه يتكلم معاه على انفراد. ولما بيروح بي بادي لشيرمان بيعرفوا إن هو وبيني سافروا بآلة الزمن لمصر الفرعونية، وبيعرفوا إن بيني رفضت إنها ترجع معاه. فبيتصدم بي بادي وبيتعصب جدا، وبيفكر شيرمان إنه حذره من استخدام آلة الزمن لوحده. وفجأة بيجوا والد ووالدة بيني وبيكونوا مستغربين من عدم وجود بنتهم، وبيكونوا شاكين في شيرمان وبي بادي. وساعتها بي بادي بيستغل مهاراته وبينيمهم مغناطيسيا، وبياخد شيرمان وبيركبوا آلة الزمن وبينطلقوا بيها وبيرجعوا بالزمن لسنة 1332 قبل الميلاد، وتحديدا في مصر الفرعونية. ولما بيروحوا هما الاتنين لبيني بيتفاجئوا إنها بتتعامل على إنها الأميرة اللي اسمها حتشبسوت، واللي بتعرفهم إنها مستحيل ترجع تاني للحاضر، وكمان بتخلي الخدم يغيروا لها شكلها. وفجأة بيجي الملك اللي اسمه توت عنخ آمون، واللي بيكون سنه لسه صغير جدا. وساعتها بيني بتفهم شيرمان إن هي بقت خطيبة الملك توت. فبيتصدم شيرمان لما بيسمع الكلام ده، وبيستغل بي بادي الفرصة وبيعرف بيني إن الملك توت هيموت في سن صغير، وبيطلب من الوزير إنه يشرح لبيني إيه اللي ممكن يحصل لها لو الملك توت مات. فبيقول لها الوزير إن بمجرد ما الملك توت هيموت هم هيقتلوها هي كمان، وبعدها هيدفنوها معاه في نفس المقبرة. فبتتصدم بيني لما بتسمع الكلام ده، وقبل ما تهرب بيجوا الحراس وبياخدوها وبيمشوا. أما شيرمان وبي بادي فبيترموا في واحدة من القبور الفرعونية وبيتقفل عليهم. وساعتها بيبان على شيرمان إنه خايف جدا، وده على عكس بي بادي اللي ما بيكونش خايف نهائيا، واللي بيبدأ يستكشف المكان هو وشيرمان. وبيفضل بي بادي يدور على طريقة يقدروا بيها إنهم يخرجوا من المكان ده. وبعد شوية بيكتشف بي بادي مخرج سري وبيدخل فيه هو وشيرمان، وبيفضلوا هما الاتنين يجروا وبيقفوا فجأة قبل ما يقعوا في الأفخاخ اللي حواليهم. وهناك بيقدر بي بادي إنه يحل اللغز وبيعدي من كل الأفخاخ. ولما بيجي شيرمان يعمل زيه بيغلط في آخر جزء، وساعتها بيبدأ المكان ينهار وبيتدمر بالكامل. فبيجري بي بادي هو وشيرمان علشان يهربوا من المكان ده، وفجأة بيلاقوا قدامهم مركبين صغيرين فبيركبوا فيهم بسرعة وبينطلقوا. ولكن وقتها بيفهم بي بادي إن المركب اللي شيرمان موجود فيه هيتدمر بعد شوية، وساعتها بيستخدم الحبل وبينط وبياخد شيرمان وبيرجعوا للمركب من تاني، واللي بياخدهم وبيخرج من المقبرة وبيرميهم في وسط الصحراء. وبنروح بعدها لحفل الزفاف بتاع الملك توت وبيني، وفي الوقت ده بيرحب الوزير بكل اللي موجودين وبيهني الملك توت. وقبل ما الجواز يتم بيتفاجئوا بواحد من التماثيل وهو بيخرج نار من بقه، فبينبهروا كل اللي موجودين من اللي بيحصل. وساعتها بنكتشف ان بي بادي وشيرمان هما اللي بيخدعوا الناس، وبيبداوا يتكلموا وبيحاولوا يفهموهم ان لو الملك توت اتجوز بيني ده هيتسبب في لعنات كتير. وبيطلب بي بادي من الوزير انه ياخد بيني ويخرجها بره المدينه. وقبل ما الوزير يعمل كده بتقع قطعه من الفحم على رجل شيرمان، واللي بيفضل يصرخ لان النار بتكون خلاص هتحرق المكان كله، وبتقع القطعه اللي فيها بي بادي وشيرمان على الارض. وساعتها كل اللي موجودين بيفهموا ان دي كانت مجرد خدعه. فبينطلق بي بادي هو وشيرمان وبيني وبيتزلجوا بسرعه علشان يهربوا من الحراس، وبيركبوا في الرافعه اللي بتسحبهم وبتطلعهم فوق الهرم. وبعدها بيدخلوا هما التلاتة في آلة الزمن اللي بتاخدهم وبتختفي. وفجأة بيشتغل جرس الإنذار اللي موجود في آلة الزمن، وده لأن الطاقة بتكون على وشك إنها تخلص منهم. وساعتها بي بادي بتجيله فكرة وبيعرف شيرمان وبيني إنه يعرف حد ممكن يساعدهم، وعلشان كده هيضطروا إن هما ينزلوا في عصر النهضة. وبعد شوية بيوصلوا بآلة الزمن لسنة 1508 وتحديدا في إيطاليا، وهناك بيروحوا كلهم للرسام اللي اسمه ليوناردو دافنشي، واللي بيكون قاعد بيرسم لوحة الموناليزا. وبنعرف وقتها إن بي بادي يبقى صديق لدافنشي وإنه زاره أكتر من مرة، وبيطلب بي بادي من دافنشي إنه يساعده علشان يشحنوا آلة الزمن. وبعد شوية بيبدأ بي بادي هو ودافنشي في تصنيع آلة بدائية علشان يقدروا بيها إنهم يشحنوا آلة الزمن. أما بيني فبتطلب من شيرمان إنهم يستكشفوا المكان أكتر، وفعلا بتتحرك بيني هي وشيرمان وبيسيبوا بي بادي ودافنشي وبيمشوا، وبيروحوا هما الاتنين للمختبر بتاع دافنشي وبيتفرجوا عليه، وبينبهروا هما الاتنين لما بيشوفوا نموذج للطائرة البدائية. وبتفضل بيني تتحايل على شيرمان علشان
يجربوا الطيارة دي، وفعلا بيشغلوها وبينطلقوا بيها وبيطيروا في السماء. ووقتها بنلاحظ إن شيرمان خايف ومرعوب، وده على عكس بيني اللي بتكون مستمتعة جدا وهي سايقة الطيارة. وبتحاول بيني إنها تطمن شيرمان وبتهديه وبتطلب منه إن هو يسوق الطيارة مكانها، ولكن شيرمان بيرفض إنه يعمل كده، وده لأنه بيكون خايف جدا. وساعتها بتسيب بيني دراع التحكم بتاع الطيارة، وده علشان تشجع شيرمان وتخليه يتغلب على مخاوفه بنفسه. وقبل ما الطيارة تصطدم بالأرض بيمسك شيرمان دراع التحكم وبيسوقها وبيطير بيها، واللي بيقدر إنه يعدي من وسط البيوت بكل مهارة. وبيفضلوا هما الاتنين طايرين وهما مبسوطين. وبمجرد ما بي بادي بيشوفهم وهما طايرين بيتصدم جدا، وبيقول لشيرمان إن هو ما بيعرفش يسوق طيارات. فبيتوتر شيرمان وبيفقد السيطرة على الطيارة وبيقع هو وبيني في الغابة. وساعتها بيفرح دافنشي جدا، وده لأن الطيارة اللي هو اخترعها طارت فعلا. أما بي بادي فبيكون متضايق جدا من اللي شيرمان عمله. وبعدها بيشغل دافنشي الجهاز اللي هو اخترعه هو وبي بادي، وبيبدأوا إنهم يشحنوا آلة الزمن. وبعدها بيركبها بي بادي هو واللي معاه وبينطلقوا وبيختفوا من المكان. وهم في طريقهم للرجوع للحاضر بيفضل بي بادي يلوم شيرمان على اللي هو عمله، فبتتدخل بيني وبتدافع عن شيرمان، وبتسأل بي بادي عن السبب اللي مخلي جرونيون عاوزة تاخد شيرمان منه. فبيستغرب شيرمان من اللي بيني بتقوله، وبيتضايق جدا لأن بي بادي خبى عليه حاجة زي كده. وفجأة بتقابلهم فجوة زمنية وبتبدأ إنها تسحب آلة الزمن عليها، فبيحاول بي بادي إنه يتفاداها ولكن ما بيقدرش، وبيرجعوا كلهم لزمن معين في الماضي. وبعد شوية بيفوق بي بادي هو وبيني وما بيلاقوش شيرمان موجود معاهم، وبيروح بي بادي يشوف الخريطة وبيفهم بيني إن هما موجودين في سنة 1184 قبل الميلاد، وتحديدا في نفس الوقت اللي فيه حرب طروادة. وفي الوقت ده بنشوف حصان خشبي عملاق موجود قدام القلعة، وجوه الحصان ده بنشوف مجموعة من الفرسان. وبيبدأ قائد الفرسان يرحب بشيرمان، وده لأنه آخر عضو انضم ليهم، وبيفضل يشجعه علشان يحارب معاهم. وساعتها بيجي واحد من الفرسان وبيجيب لهم حصان صغير كهدية. وفجأة بيخرج بي بادي هو وبيني من الحصان ده، وبيبدأ بي بادي يتكلم مع قائد الفرسان وبيفهمه إن هو جه هنا علشان ياخد شيرمان، ولكن شيرمان بيرفض إنه يروح معاه، وبيقول له إن هو انضم للفرسان دول وإنه هيحارب معاهم مهما حصل. وساعتها بيجهزوا الفرسان نفسهم وبيسحبوا الحصان الخشبي وبيدخلوه جوه المدينة. وفجأة بينزلوا كل الفرسان من الحصان الخشبي وبيبدأوا إنهم يحاربوا جيش طروادة، وبتبدأ ما بينهم معركة مميتة. ولما شيرمان بيجي يقاتل واحد من الجنود بيترعب وبيجري بسرعة، ولكن للأسف بيقدر الجندي إنه يحاصره. وساعتها بيستخدم شيرمان الصفارة اللي بي بادي كان مديهاله. وفجأة بيجي بي بادي وبينقذ شيرمان على آخر لحظة، وبيبدأ بي بادي يقاتل الجندي وبيهزمه وبيجري هو وشيرمان. وفجأة بيقع باب المدينة على الحصان الخشبي وبيحركه وبيخليه يجري بسرعة كبيرة. وساعتها بنكتشف إن بيني بتكون لسه موجودة جوه الحصان، فبيتحرك بي بادي بسرعة وبياخد شيرمان وبيركبوا على واحد من الخيول وبيجروا ورا الحصان الخشبي اللي بنشوفه وهو بيتحرك بسرعة كبيرة جدا. وبينطلق بي بادي بأقصى سرعة وبيستخدم حبل وبيرميه على الحصان الخشبي، وبيقدر بعدها إنه يربطه في جدار المدينة وبيوقفه قبل ما يقع من على حافة الجبل. وبيتعلق بي بادي في الحبل هو وشيرمان وبيروحوا للحصان الخشبي، وقبل ما يخرجوا كلهم من الحصان بتنهار حافة الجبل وبيكون الحصان على وشك إنه يقع من عليها. وساعتها بيقرر بي بادي إنه يضحي بنفسه وبيطير شيرمان وبيني بره الحصان اللي بياخده وبيقع من على حافة الجبل. وفي الوقت ده بيتصدم شيرمان لما بيشوف الحصان الخشبي وهو بيتدمر وسط الصخور، وبيتأثر شيرمان وبيحزن جدا وبيفضل يعيط، وبيفهم إن بي بادي كده خلاص مات. ولكن فجأة بتيجي لشيرمان فكرة وبياخد بيني وبيركبوا هما الاتنين في آلة الزمن، وبيبدأ شيرمان يفهم بيني إن هما هيرجعوا للبيت وقت ما كان بي بادي لسه عايش. وفعلا بيشغل شيرمان آلة الزمن بالرغم من كل التحذيرات، وبينطلقوا وبيرجعوا تاني للحاضر وقت ما كان بي بادي لسه بيحتفل مع عائلة بيني، واللي بيتصدم لما بيشوف اللي شيرمان وبيني لابسينه، وبيتصدم أكتر لما بيبدأوا إنهم يحكوا له كل اللي حصل. وفجأة بيجي شيرمان اللي في الحاضر وبينبهر جدا لما بيشوف نسخة من نفسه، وبمجرد ما النسختين بيلمسوا بعض بيحصل لهم حاجة غريبة جدا. وساعتها بي بادي بيفهم شيرمان إن ما ينفعش يكون في نسختين من نفس الشخص موجودين في نفس الزمن. وبمجرد ما والد ووالدة بيني بيجوا يقربوا منهم بيستخبى شيرمان اللي من الحاضر بسرعة. وفجأة بتوصل جرونيون للمكان علشان تتأكد إذا كان شيرمان ينفع يفضل عايش مع بي بادي ولا لأ. وساعتها بي بادي بيتصدم جدا من وجودها وبيحاول إنه ينيمها مغناطيسيا، ولكنه بيفشل وبينيم شيرمان اللي من الحاضر بالغلط. وساعتها بتتصدم جرونيون هي وكل اللي موجودين لما بيشوفوا نسختين من شيرمان موجودين في نفس المكان. وفجأة بتوصل نسخة بي بادي اللي بنكتشف إنه كان لسه عايش وما ماتش، واللي بيفهم شيرمان إن هو صنع آلة زمن بدائية علشان يقدر يوصل لحد هنا. وساعتها بتستغل جرونيون الفرصة وبتمسك النسختين بتوع شيرمان علشان تاخدهم من بي بادي. وفي الوقت ده شيرمان بيحصل له حاجة غريبة وبيكونوا النسختين بتوعه على وشك
إنهم يندمجوا مع بعض، ولما نسختين بي بودي بيحاولوا إنهم يمنعوهم بيحصل انفجار وبتندمج كل نسخة مع التانية. وبالرغم من كل اللي حصل ده بتكون جرونيون مصممة إنها تاخد شيرمان من بي بودي، فبيتعصب بي بودي جدا وبينقض عليها وبيعضها. وساعتها بتتصل جرونيون على الشرطة وبتطلب منهم ييجوا علشان يقبضوا على الكلب المتوحش اللي عضها. فبيروح بي بودي ياخد شيرمان وبيني وبينزلوا للمختبر وبيركبوا آلة الزمن اللي بتاخدهم وبتنطلق، ولكن للأسف بتفشل عملية السفر عبر الزمن. وفجأة بيتفتح ثقب زمني في السماء واللي بيبدأ إنه يسحب كل الأشخاص من الماضي وبينقلهم للحاضر. وساعتها بتبدأ الشرطة إنها تطارد آلة الزمن بالطيارات الهليكوبتر، وبالرغم من كل اللي بيحصل بتركب جرونيون عربية الشرطة وبتفضل تجري وراهم. وفي الوقت ده بيفضل بي بودي يفكر إزاي هيقدر يحل المشكلة دي، وبيظهر وقتها عليه إنه مش عارف يتصرف إزاي، خصوصا إنه كمان ما بقاش قادر إنه يرجع للماضي. وللأسف بتتخبط آلة الزمن وبتقع على الأرض، ووقتها بيتجمعوا حواليها كل الأشخاص اللي جم من الماضي، وكمان بتوصل الشرطة للمكان وبتسيطر على الوضع. وساعتها بيخرج بي بودي هو وشيرمان وبيني من آلة الزمن، وفجأة بتوصل جرونيون وبتخلي الشرطة تقبض على بي بودي. ووقتها بيحاول بي بودي إنه يوضح لهم إن الوضع خطير جدا وإن هم لازم يوقفوا الثقب ده قبل ما يتسبب في كوارث. وساعتها بيتدخل شيرمان وبيشرح لكل اللي موجودين إن هو السبب في كل اللي حصل، وإن بي بودي ملوش أي ذنب، وبيفكرهم إن هو ساعدهم في الحاضر وكمان في الماضي وإنهم ما ينفعش يحبسوه. وساعتها بيتعاطفوا كل اللي موجودين مع بي بودي وبيفتكروا مساعدته ليهم وبيطلبوا من الشرطة إنها تحرره. وفعلا بتقرر الشرطة إنها تحرر بي بودي اللي بيفرح وبيروح يحضن شيرمان وهو سعيد جدا. ولكن للأسف بيفضل الثقب الزمني يكبر أكتر وبيبدأ إنه ينقل حاجات من الماضي للمستقبل، وكمان بينقل أبو الهول اللي بمجرد ما بينزل على الأرض مناخيره بتتكسر وبتقع فوق جرونيون. وفي الوقت ده بتيجي لشيرمان فكرة مجنونة وبيسأل بي بودي إذا كانوا يقدروا يسافروا للمستقبل بدل الماضي. فبيفهم بي بودي اللي شيرمان بيفكر فيه وبتعجبه الفكرة، واللي بيبدأ إنه يشرحها لكل العلماء اللي موجودين. وبيركب بي بودي هو وشيرمان آلة الزمن وبينطلقوا بيها، وبيتحكم شيرمان في آلة الزمن بكل مهارة. وساعتها بيحاول بي بودي إنه يبرمج آلة الزمن علشان يقدروا يسافروا بيها للمستقبل. وبينطلق شيرمان بسرعة كبيرة وبيدخل جوه الفجوة الزمنية، وبمجرد ما بي بودي بيخلص برمجة آلة الزمن بتشتغل الآلة بأقصى قوة وبتختفي. وفعلا بتنجح فكرة شيرمان وبيبدأ الثقب الزمني يسحب من الحاضر كل الحاجات اللي نقلها من الماضي، وكمان بيسحب الفرسان والجنود والعلماء. وساعتها بيستغل قائد الفرسان الفرصة وبياخد جرونيون معاهم. وفجأة بتختفي الفجوة وبتظهر آلة الزمن من تاني، وبيفضل شيرمان يلف بالآلة حوالين الشرطة اللي بتحييهم. وساعتها بتظهر بيني وهي فرحانة جدا برجوعهم من تاني. وفي الماضي بنشوف جرونيون اللي بتتجوز قائد الفرسان، وبنشوف كمان المستقبل اللي بيكون اتأثر جدا من تصرفات الأشخاص في الماضي. وأخيرا بيعيش شيرمان مع بي بودي حياة سعيدة بعد ما عرف إنه لازم يتغلب على مخاوفه وقدر إنه ينقذ العالم. فيلم ماميز. فيلمنا النهاردة بيبدأ في الماضي وبنشوف سباق للعجلات الحربية، وبنشوف المتسابقين كلهم وهم بيحاولوا يسبقوا متسابق معين ولكنهم ما بيقدروش. وساعتها بيتفقوا كل المتسابقين على المتسابق ده، وبيفضلوا كلهم يضايقوه وبيحاولوا إنهم يوقعوه ولكنهم ما بيقدروش. وفعلا بيفوز المتسابق ده بالسباق، ولكن فجأة بتتكسر العجلة بتاعته وبيقع المتسابق ده من عليها وبيموت. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف عالم الآثار اللي اسمه سيلفستر وهو بيكتشف واحدة من المقابر الأثرية في مصر، واللي بيكون مثبت الكاميرا بتاعته وبيتكلم مع الجمهور وبيقول لهم إنه دخل مقبرة الأميرة نفر علشان يكشف عن المومياء بتاعتها. وفعلا بيدخل سيلفستر مع المساعدين بتوعه وبيفتح التابوت بتاعها، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي إنه تابوت فاضي. ولما بيبدأ سيلفستر يترجم النقوش والرسومات اللي موجودة على التابوت من بره واللي على جدران المعبد، بيعرف منها إن مومياء الأميرة نفر موجودة في مدينة المومياوات. وبيفضل سيلفستر ماشي ورا النقوش والرسومات لحد ما بيعرف إن في مدينة كاملة بيعيشوا فيها المومياوات. ومن ناحية تانية بنروح لمدينة المومياوات، وهناك بنشوف شاب اسمه توت وهو قاعد بيوقع للمعجبين بتوعه. وساعتها بنعرف إن توت كان متسابق مشهور جدا، وإنه كان دايما بيفوز في مسابقات العجلات الحربية، وعلشان كده ليه معجبين كتير. وبعد ما توت بيخلص توقيع للمعجبين بتوعه بيدي الحاجات بتاعته لأخوه الصغير اللي اسمه سخم، وبيطلب منه إنه يروح على البيت علشان هو احتمال يتأخر على ما يجيب كل الطلبات اللي هم محتاجينها. وفعلا بيروح توت علشان يشتري طلبات البيت، وأثناء ما بيجي توت يعدي الطريق بتخبطه بنت بالعجلة الحربية بتاعتها وبتفضل تتخانق معاه، ولكنها ما بتعرفوش هي مين وبتسيبه وبتمشي. وبنعرف بعد كده إن البنت دي تبقى الأميرة نفر بنت الفرعون، واللي أول ما بتوصل للقصر بتفضل تغني بصوت عالي. وساعتها بتجيلها المساعدة بتاعتها اللي اسمها أوسي وبتزعق لها وبتقول لها إن مفيش أميرة بتغني، وإن اللي بيغنوا دول بيكونوا بس الخدم وصناع الترفيه، ولكن الأميرات ما بيعملوش كده. فبتقول لها نفر إنها مش هتعمل
كده تاني، وبتترجاها انها ما تقولش لوالدها انها كانت بتغني علشان ما يتضايقش منها. وبعد ما بتخلص نفر اللي كانت بتعمله بتلبس الزي الملكي بتاعها وبتنزل علشان تقابل والدها الفرعون، واللي بيعرفها ان النهارده هيتم اطلاق مراسم اختيار زوج ليها، وانهم هيطلقوا طائر العنقاء في السماء، وان هو اللي هيختار لها الزوج المناسب ليها. ولكن وقتها بيظهر على نفر انها مش موافقه، وبتقول لوالدها انها مش عايزه تتجوز دلوقتي لانها لسه صغيره، وانها عاوزه تحقق حاجات كتيره لسه في حياتها. فبيرد عليها الفرعون وبيقول لها انها الاميره، وان ده هو قدرها وواجبها اتجاه المملكه. وبالرغم من ان نفر بتكون حزينه ومش مقتنعه بكلام والدها الا انها بتوافق في الاخر، وفعلا بتبدا مراسم اختيار زوج للاميره نفر. وبيطلق الفرعون طائر العنقاء ناحيه المدينه علشان يختار العريس المناسب للاميره، وبيفضل طائر العنقاء طاير فوق المدينه، وبيكونوا مساعدين الفرعون مراقبينه بالتلسكوب بتاعهم. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد بيلعب بالقرص الدوار مع التمساح بتاعه، واللي بيغلط وبيرميه بعيد، وساعتها بيخبط القرص الدوار في طائر العنقاء وبيوقعه على البيت بتاعهم. ووقتها بيقولوا مساعدين الفرعون ليه ان طائر العنقاء خلاص اختار عريس الاميره نفر. وفي الوقت ده بيتفاجئ توت ان في حراس جايين علشان يقبضوا عليه، واللي بياخدوه بيودوه لقصر الفرعون. واول ما الاميره نفر بتشوف توت بتفتكر ان هو ده نفس الشخص اللي هي خبطته بالعجله بتاعتها، وبتقول نفر ان توت شخص غريب وانه مش من مستواها لانه مجرد متسابق عجلات حربيه. وساعتها بيقول لهم توت ان هو كمان مش موافق على الجواز من الاميره نفر لانه مش مناسب وانها لازم تتجوز امير زيها. ولكن مساعدين الفرعون بيقولوا له ان مراسم اختيار العريس ده شيء مقدس، وان القانون بيقول انه لو ما وافقش عليها هيكون عقابه انهم يقتلوه. فبيخاف توت جدا وبيوافق انه يتجوزها. وساعتها بيديله الفرعون علبه فيها خاتم الجواز اللي هيقدمه لنفر يوم الفرح. وبعد ما بياخد توت الخاتم بيروح يتكلم مع نفر وبيعرفها انه مش موافق على الجوازه دي، وان هو عنده معجبات كتير وانه لسه عاوز يعيش حياته. فبتقول له نفر ان هي كمان مش موافقه، ولكنها مضطره توافق علشان والدها ما يزعلش منها. وبعدها بيمشي توت وبيروح يقابل اخوه سخم وبيحكي له اللي حصل، وبيعرفوا انهم عاوزينه يتجوز الاميره نفر. فبيفضل سخم يضحك عليه وبيستغرب ازاي اختاروه وهو شخص بيكره الالتزام والمسؤوليه. فبيرد عليه توت وبيقول له انه مش فاهم اي حاجه، ولكن كل اللي هو فاهمه ان الخاتم اللي معاه ده لو ضاع او حصل له حاجه الحراس هيقتلوه. وساعتها بيطمنوا سخم وبيقول له انهم لازم يحافظوا عليه في مكان امن. وفعلا بيوصلوا هما الاتنين لمكان السرداب المهجور اللي توت مخبي فيه الجواز بتاعته، وهناك بيحطوا الخاتم في دولاب جوه السرداب. ومن ناحيه تانية بنروح لعالم الاحياء وبنشوف سيلفستر اللي بيدخل الروبوت بتاعه للسرداب اللي بيوصلهم لمدينه المومياوات، واللي بيقدر انه يوصل لمكان الخاتم. ووقتها بيفرح سيلفستر بيه جدا وبيأمر الروبوت بتاعه انه يفجر المكان. وساعتها بيسمع توت صوت الانفجار فبيرجع تاني بسرعه علشان يطمن على الخاتم، ولكنه وقتها بيتفاجئ لما بيلاقي ان المكان كله متدمر. وساعتها بيفهم توت ان في حد من الاحياء هو اللي عمل كده، وبيقول توت لاخوه سخم انه لازم يروح لعالم الاحياء علشان يرجع الخاتم. فبيرد عليه سخم وبيقول له ان ده خطر جدا وانه ممكن يجيب خاتم تاني مكانه. فبيقول له توت ان ده خاتم ملكي وانه هديه من الفرعون نفسه، وان الفرعون لو عرف ان الخاتم ضاع منه ممكن يعدمه. وساعتها بيقول سخم لتوت انه لازم يروح معاه والا هيقول للفرعون انه ضيع الخاتم. فبيضطر توت انه يوافق، وبيبداوا يتحركوا هما الاتنين علشان يروحوا لعالم الاحياء. وفعلا بيقدروا انهم يعدوا من البوابه، وبيروح توت لاخوه سخم وبيحذروا من انه يقرب من اي ضوء ابيض لان الضوء ده اكتر حاجه بتبين انهم مومياوات وبتظهر حقيقتهم. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين من المقبره وبيروحوا منطقه الاهرامات، وهناك بيكون موجود بعثه استكشافيه ومجموعه من العلماء، وبيشوفوا سيلفستر وهو بيحط الخاتم في واحد من الصناديق اللي معاه. ومن ناحيه تانية بيقول سيلفستر للمساعدين بتوعه ان الخاتم ده هيكون اهم قطعه في افتتاح المعرض بتاعه. ووقتها بيستنوا توت وسخم لما مساعدين سيلفستر يحطوا الصناديق في العربيات، وبينزلوا هما الاتنين بسرعه علشان يركبوا معاهم ويرجعوا الخاتم. وفعلا بيفضلوا هما الاتنين في العربيه لحد ما بتوصل للمينا، وهناك بيستخبوا في واحد من الصناديق علشان محدش يشوفهم. ولكن وقتها بيتشال الصندوق ده وبيتحط على مركب مسافره لانجلترا. ولما بيطلعوا توت واخوه سخم على السفينه بيكونوا خايفين ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت حد جاي عليهم فبيستخبوا بسرعه علشان يهاجموا الشخص اللي جاي ده. ولكنهم وقتها بيتفاجئوا لما الباب بيتفتح وبيكتشفوا انها الاميره نفر، وبيكونوا مستغربين وجودها هنا. ولما بيسالوها هي هنا بتعمل ايه ما بترضاش تقول لهم، وبتسالهم هما اللي هنا بيعملوا ايه، وبتتهم توت ان هو هربان علشان ما يتجوزهاش. فبيرد عليها سخم وبيقول لها ان توت ضيع خاتم الجواز بتاعهم وانهم هناك علشان يجيبوه. فبتقول نفر لتوت ان كده ممكن تحصل مصيبه كبيره لو الخاتم ده مرجعش، وعلشان كده بتقرر نفر تساعده انه يلاقي الخاتم. وبيفضلوا كلهم يحاولوا انهم يفتحوا الباب، ولكنه للاسف ما بيكونش بيفتح غير من الناحيه التانية. وبعد شويه بتوصل المركب لانجلترا، وبيكونوا كلهم فاكرين نفسهم في مملكه بابل او في المملكه الرومانيه. وبعدها بيشوفوا سيلفستر وبيعرفوا ان هو ده
الشخص اللي سرق الخاتم، وبيقرروا انهم يمشوا وراه، وبيستنوا لما سيلفستر يركب العربية مع المساعدين بتوعه، وبيروحوا كلهم يستخبوا في صندوق العربية علشان محدش يشوفهم، وبيفضلوا مراقبين سيلفستر. وساعتها بيشوفوهم مجموعة من الناس وبيفضلوا يصوروهم، وبيكون عاجبهم التنكر اللي هم عاملينه ده، لحد ما الضوء الابيض بيظهر حقيقة انهم مومياوات، فبيترعبوا الناس منهم وبيسيبوهم وبيجروا. وبعدها بيشوفوا كلهم اعلانات لعرض فرعوني في المسرح، فبيقرروا انهم يروحوا علشان يدوروا هناك على الخاتم. وفعلا بيروحوا للمسرح، وهناك بيدخلهم المخرج مع الممثلين اللي لابسين زي الفراعنة، وبيقول لهم انهم لازم يظهروا على المسرح بسرعة. ووقتها ما بتكونش نفر فاهمة هو بيعمل كده ليه، وبتفضل تقوله انها الاميرة نفر بنت الفرعون. فبيضحك المخرج عليها وبيقول لها انه عاجبه تقمص الشخصية بتاعتها. وفعلا بيدخلوا كلهم على المسرح وبيفضلوا يغنوا، وبتفرح نفر جدا لانها اخيرا هتقدر تغني من غير ما حد يمنعها. وفعلا بتفضل نفر تغني، وبيكون المايسترو متضايق جدا لانها خارجة عن النص اللي هم متفقين عليه، ولكنها بتفضل تغني وبينبهروا بيها كل اللي موجودين في المسرح. وكمان بتقدر تاخد الخاتم اللي كان مع ممثلة من اللي كانوا موجودين في العرض، لانها بتبقى فاكرة ان هو ده الخاتم الاصلي اللي بيدوروا عليه، ولكنه للاسف بيكون خاتم مزيف. واثناء اللي بيحصل ده بيكون سيلفستر قاعد بيتفرج على العرض المسرحي، ووقتها بيلاحظ العلامة اللي على جسم نفر، وبيعرف ان محدش هيعمل العلامات بالاتقان ده الا لو كان فرعون بجد. وبيفهم ان دي مومياء حقيقية، وانها هربانة من مدينة المومياوات علشان تدور على حاجة هنا. وبعد ما العرض بيخلص بيمشوا توت ونفر وسخم وبيحاولوا يهربوا بسرعة بعد ما افتكروا ان هم كده اخدوا الخاتم. ووقتها بيقابلهم راجل غريب اسمه إد، وبيقول لهم انه مستعد يوصلهم في المكان اللي هم عاوزينه. وفعلا بيركبوا كلهم معاه، وبيفضل إد يتكلم مع نفر وبيقول لها انه سمع صوتها وانه عجبه جدا، وانه هو كمان مستعد يعمل لها ألبوم ويكون هو المنتج بتاعها. ولكن توت بيتدخل وبيقول له انهم عندهم حاجات اهم ولازم يرجعوا لوطنهم في اسرع وقت. فبيقول إد لنفر انها لو غيرت رأيها في اي وقت ممكن تكلمه، وبيديها الكارت بتاعه. وبالليل بتقعد نفر تتكلم مع توت وبتقوله انها بتفكر ما ترجعش تاني لوطنها، لانها حاسه هنا انها ممكن تغني وتحقق حلمها من غير ما يكون عليها اي قيود علشان هي الاميره او بنت الفرعون، وانها هنا هتكون حره وهتعمل اللي هي عاوزاه. واثناء ما هم بيتكلموا بتبدا الدنيا تمطر، وساعتها بيقرروا ان هم يرجعوا لإيد علشان يفضلوا عنده لحد ما المطره تخلص. وفعلا بيروحوا كلهم لإيد اللي بيرحب بيهم وبيخليهم يباتوا عنده لتاني يوم. ومن ناحيه تانيه بنشوف سيلفستر وهو ماسك برديه قديمه، وبيقول للمساعدين بتوعه على الاسطوره اللي بتحكي عن الاميره نفر وعن الخاتم بتاع جوازها اللي ضاع منها، وان معنى انها موجوده دلوقتي في عالم الاحياء ان الاسطوره دي حقيقيه، وانها رجعت علشان تاخد الخاتم ده. وفي تاني يوم بنشوف إيد وهو بيتكلم مع نفر، واللي بيقول لها انه هينتج لها ألبوم غنائي، وانه هيتكفل بكل مصاريفها لانه مؤمن بموهبتها. ولكن المشكله ان الهدوم اللي هي لابساها هي وتوت مش مناسبه جدا، وان هم محتاجين هدوم جديده، وعلشان كده بيديهم إيد كارت البنك بتاعه علشان يروحوا يجيبوا هدوم جديده. وفعلا بيروحوا كلهم يشتروا هدوم من المول، وبيكونوا مبسوطين جدا من التجربه دي. وبيرجعوا لإيد اللي بيساعدهم وبيسجل اغاني لنفر اللي بمجرد ما بتنزل بتنتشر جدا وبتحقق ملايين المشاهدات. وفي الوقت ده بنشوف سيلفستر وهو بيتفرج على الاخبار، واللي بيشوف نفر في التلفزيون وبيقول انه اخيرا عرف مكانها. ومن ناحيه تانيه بنشوف توت وهو قاعد بيتكلم مع نفر، واللي بعد ما بيخلص كلام معاها بيسيبها وبيدخل ينام. وبنشوف بعدها نفر وهي واقفه في البلكونه، ولكن فجاه بيجي سيلفستر وبيصيبها بسهم منوم وبيخطفها هو والمساعدين بتوعه. واول ما توت بيشوفهم بيجري وراهم بسرعه علشان ينقذ نفر، ولكنه للاسف ما بيلحقهمش. وبيظهر بعدها توت وهو حزين جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وساعتها بيقول له إيد ان العربيه اللي خطفت نفر عربيه معروفه لانها تابعه لمتحف مشهور اسمه متحف كارنابي، واللي بيكون متحف تابع لعيله سيلفستر. وبنروح بعدها للمتحف ده وبنشوف سيلفستر وهو بيتكلم مع نفر واللي بتكون مربوطه في الكرسي، وبيقول لها انه كان ناوي يخلي الخاتم بتاعها هو اهم اكتشاف عنده في المتحف ويفرجه للناس يوم الافتتاح. ولكن الموضوع دلوقتي مختلف، وانه هيخلي الناس تتفرج على الاميره نفسها بدل ما تتفرج على الخاتم بتاعها. وفي الوقت ده بيكون توت قدر انه يوصل للمتحف، وهناك بيتضايق جدا لما بيلاقي انهم كاتبين على لوحه التعريف بتاعته انه كسب 100 سباق بس. وبيقول توت ان هم في الحقيقه اكتر من 112 سباق. وبيدخل بعدها علشان يدور على نفر، ولكن للاسف بيقدر سيلفستر هو والمساعدين بتوعه انهم يقبضوا عليه هو كمان. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد قلقان على اخوه توت اللي راح ينقذ نفر ولسه مرجعش. وساعتها بيقرر سخم انه يروح بنفسه المتحف ده علشان يدور عليه، وفعلا بيعمل كده. وبيقدر سخم انه يوصل لتوت ونفر، وبيفضل مستني لحد ما الحراس يتشغلوا عنهم. وبيدخل سخم وبيقدر ان هو يحررهم، وبيطلب منهم يهربوا معاه بسرعه. ولكن كميه المخدر اللي توت ونفر اخدوها بتكون كبيره وما بيكونوش قادرين يمشوا، فبيفضل سخم يشجعهم وبيحاول انه يحركهم بسرعه قبل ما سيلفستر يرجع. ولكنهم للاسف بيتاخروا، وبيرجع سيلفستر هو والمساعدين بتوعه بيشوفوهم. وساعتها بتهجم نفر
بسرعة على واحد من الحراس وبتضربه وبتوقع المسدس من ايده وبترميه على سيلفستر. وفي الوقت ده بيدخل اد وبياخد هو طلقة المخدر وبيقع على الارض، فبيشيلوا توت وبيهرب بيه وبيفضلوا كلهم يجروا بسرعة وبيروحوا يركبوا اتوبيس علشان يهربوا بيه. وبيحاول سخم انه يسرق الاتوبيس بسرعة وبيخرج سيلفستر وبيجري وراهم بالعربية. وفي الوقت ده بتفضل نفر تشجع توت انه يسوق هو لانه كان متسابق وعارف هيقدر يخليهم يهربوا ازاي، ولكن توت بيقول لها ان هو بقى بيخاف من السواقة من بعد الحادثة اللي تسببت في موته. فبتفضل نفر تشجعه اكتر لحد ما بيقرر توت انه يتغلب على خوفه وبيبدأ يوجه سخم وبيقول له يعمل ايه لحد ما بيقدروا انهم يهربوا من عربية سيلفستر بعد ما بيوقعوه على مركب عايمة في المية. وبعد شوية بيكون اد فهم كل حاجة وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا لوطنهم في اسرع وقت، وبيعرفهم ازاي يركبوا الطيارة وبيحجز لهم اقرب تذاكر طيران متجهة لمصر. ولكن وقتها بنكتشف ان سيلفستر هو كمان موجود في نفس الطيارة وراجع على مصر هو والمساعدين بتوعه. واخيرا بيرجعوا توت ونفر لوطنهم مرة تانية، ولكن بيفضل كل واحد فيهم عايش لوحده بعيد عن التاني. وبعد ايام بيجي فرد من حراس الفرعون وبيقول له ان في احياء هجموا على المدينة ومعاهم وحوش حديدية. وفعلا بنشوف سيلفستر هو والمساعدين بتوعه وهم راكبين جرارات وجايين علشان يقتحموا مدينة المومياوات. وبيقول واحد من مساعدين سيلفستر انهم هيدوروا على الاميرة، ولكن سيلفستر بيرد عليه وبيقول له انهم ما بقوش محتاجين للاميرة خلاص وانهم هياخدوا الفرعون مكانها لان الفرعون هيشد الناس تتفرج عليه اكتر. وفعلا بيدخلوا كلهم للقصر بتاع الفرعون، ووقتها بتتدخل نفر وبتحاول انها تحارب سيلفستر علشان تحمي والدها، ولكن للاسف بيقدر سيلفستر انه يطيرها بعيد وبيخطف الفرعون وبيمشي. وفي الوقت ده بيروح سخم لاخوه توت وبيعرفه اللي حصل، فبيقول له توت ان الاميره نفر اكيد مش هتحتاج لواحد زيه هو اللي يحميها. فبيرد عليه سخم وبيقول له ان نفر في خطر وانها بتحارب الوحوش الحديديه لوحدها. فبيقرر توت انه يروح لها بسرعه علشان يساعدها، وفعلا بيوصل توت في الوقت المناسب وبيقدر انه يوصل لنفر اللي بتركب معاه العجله الحربيه بتاعته، وبيفضلوا يطاردوا سيلفستر لحد ما بيقدر توت انه يوصل له وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا. وفي الوقت ده بنكتشف ان الطريق اللي هما ماشيين عليه عباره عن منحدر وانهم كده هيقعوا من مسافه كبيره جدا. ووقتها بتكون نفر لسه موجوده في العجله الحربيه اللي مربوطه في الجرار، فبيروح لها توت بسرعه وبيقدر انه يفكها وبيرمي نفسه مع سيلفستر علشان ينقذ نفر اللي بتفضل تنادي عليه علشان ما يعملش كده، ولكنه بيقول لها ان ده الحل الوحيد علشان ينقذ مدينه المومياوات. وفعلا بيقعوا هما الاتنين من على المنحدر، وساعتها بتنزل نفر وبتفضل تدور على توت وهي حزينه على موته، ولكنها وقتها بتتفاجئ انه ما ماتش وانه قدر انه يمسك في حافه المنحدر. فبتنقذه نفر وبتطلعه وبتكون مبسوطه جدا ان هو لسه عايش، وبتاخده بيروحوا هما الاتنين للفرعون وبيقولوا له ان هما موافقين على الجواز ومستعدين يعيشوا مع بعض طول عمرهم. فبيقول لهم الفرعون ان حتى لو طائر العنقاء ما كانش راح ناحيه بيت توت بارادته، ففي النهايه القدر كان كاتب لهم انهم يتجمعوا تحت اي ظرف. واخيرا بيتجوزوا توت ونفر وبيعمل لهم الفرعون فرح كبير وبيكونوا كل سكان المدينه فرحانين بيهم. فيلم سمول فوت. فيلمنا النهارده بيبدا في اعالي جبال الهيمالايا، وهناك بنشوف قريه صغيره واللي بيكون عايش فيها كائنات جليديه عملاقه اسمها اليتي، وبنعرف ان سكان القريه دي عايشين مع بعض في حب وسلام، وبيكون كل واحد فيهم ليه دوره في الحفاظ على السلام ده. وبعدها بنشوف واحد من كائنات اليتي اسمه ميجو، واللي بيبدا يحكي لنا عن حكيم القريه القائد بتاعهم اللي هم بيسمعوا كلامه، واللي بنعرف انه حارس لمجموعه من الاحجار السحريه. وبنعرف كمان ان الاحجار دي مرسوم عليها تاريخهم وحضارتهم، واللي بتكون هي السبب اللي مخلياهم عايشين لحد دلوقتي. وبيكمل ميجو كلامه وبيحكي لنا كمان عن والده اللي اسمه دورجل، واللي بيكون دوره انه يرن الجرس العملاق كل يوم علشان يصحي كل سكان القريه، وده لانهم بيكونوا مقتنعين ان رن الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع كل يوم. وبعدها بنشوف ميجو وهو مبسوط جدا، وده لانه عايش معاهم. وبنعرف ان ميجو بيتمنى ان سكان قريته يحسوا انه كبر وان بقى ليه دور مهم زي بقيه سكان القريه. وفي يوم من الايام بيقول حارس الاحجار لميجو انه هيكون هو المسؤول عن رن الجرس مكان والده دورجل. فبيتحمس ميجو جدا وبيروح لوالده اللي بيقول له ان مهنتهم دي صعبه جدا، وان عيلتهم فضلوا يورثوها لبعض لحد ما وصلت لهم، وان هو لازم يتدرب عليها كويس علشان يعرف يأدي دوره بنجاح. وفعلا بيروح ميجو مع والده علشان يدربه، وبيكون التدريب ده عباره عن ان ميجو بيتربط في الحبل واللي بيشد والده وبيسيبه علشان ينطلق بميجو بسرعه في اتجاه الجرس. وفعلا بيفضلوا هما الاتنين يحاولوا اكتر من مره، ولكن للاسف كل محاولاتهم بتفشل. وفي الوقت ده بيروح دورجل لابنه ميجو بيقول له ان هو فضل وقت طويل جدا يتدرب على المهمه دي، وان لو ما قدرش يوصل للجرس في البدايه دي حاجه طبيعيه وما تخليهوش يحزن او يحبط. واثناء ما هم بيحاولوا بيقدر ميجو اخيرا انه ينطلق بسرعه كبيره ناحيه الجرس، ولكنه للاسف ما بيكونش مركز في الطيران، وده لانه بيكون شاف بنت حارس الاحجار اللي اسمها ميتشي، وبيبان وقتها
لها ان ميجو معجب بيها جدا، وساعتها ميجو ما بياخدش باله انه طاير اعلى من المستوى المطلوب، وبيفضل ميجو طاير لحد ما بيعدي من فوق الجرس وبيقع الناحية التانية من الجبل. وهناك بيتفاجئ ميجو ان الشمس طلعت هناك وان في طيارة بتقرب منه بسبب انها عاملة حادثة، وفعلا بتقع الطيارة على الجبل، ولكن ميجو ما بيكونش عارف ايه هو الشيء ده، وبيفضل ميجو واقف يتفرج عليها لحد ما بينزل الطيار على الجبل بالباراشوت بتاعه. فبيقرب ميجو منه وبيكون مستغرب جدا من شكله وكمان من رجله الصغيرة، وده لانه بيكون اول مرة يشوف بشر، وبيستغرب اكتر لان الاحجار بتقول ان مفيش اي كائنات تانية عايشة غيرهم على كوكب الارض. ومن الناحية التانية بيخاف الطيار جدا لما بيشوف ميجو وبيحاول انه يهرب منه بسرعة، وساعتها بيفضل ميجو ينادي عليه وبيقول له ان هو مش هيأذيه، ولكن وقتها بيكون الطيار قدر انه يهرب بالباراشوت بتاعه وبيبعد بعيد. فبيجري ميجو بسرعة على سكان القرية بتاعته وبيقول لهم انه شاف كائن غريب رجله صغيرة، وبيظهر وقتها ان كل سكان القرية مش مصدقينه. فبيطلب ميجو منهم ان هم ييجوا معاه علشان يشوفوه ويتأكدوا بنفسهم، وفعلا بياخدهم ميجو بيروحوا على المكان اللي الطيارة وقعت فيه، ولكن للأسف بتكون الطيارة وقعت من على الجبل وما بيقدروش سكان القرية انهم يشوفوها. ولما بيجي ميجو يروح على البيت بيلاقي كل سكان القرية بيتكلموا عن اللي هو شافه، وساعتها بيجي حارس الأحجار وبيسأل ميجو عن اللي حصل. فبيقول له ميجو انه شاف كائن غريب رجله صغيرة، وساعتها بيقول له حارس الأحجار ان هو كذاب لان مفيش حاجة اسمها كده، وان الأحجار بتاعتهم بتقول ان مفيش كائنات رجلها صغيرة من الأساس. فبيرد عليه ميجو وبيقول له انه متأكد من اللي هو شافه، وساعتها بيتضايق حارس الأحجار وبيقول له انه كده بيكذب الأحجار وان دي جريمة كبيرة عقوبتها النفي، وانه لازم يعتذر للأحجار وباقي سكان القرية لانه كذب عليهم. ولكن وقتها بيقول له ميجو انه مش هيعتذر لانه ما بيكذبش. فبيقرر حارس الأحجار انه ينفيه بره القرية لحد ما يثبت حقيقة كلامه. وفعلا بيمشي ميجو وهو حزين ومش عارف هيعمل ايه، وفجأة بيروحوا له 3 من كائنات اليتي واللي بيكون اسمهم جوانجي وفليم وكولكا، واللي بيقولوا له ان هم مصدقين اللي هو قاله وعلشان كده عاوزينه ينضم ليهم، وبيقولوا له كمان ان القائدة بتاعتهم عاوزة تشوفه. وفعلا بيروح ميجو معاهم وبيتفاجئ لما بيعرف ان القائدة بتاعتهم دي تبقى هي ميتشي بنت حارس الأحجار، واللي بترحب بيه جدا وبتقول له ان هم منظمة سرية مؤمنة ان في كائنات رجلها صغيرة، وبتطلب ميتشي المساعدة من ميجو علشان يقدروا يثبتوا لسكان القرية ان الكائنات دي موجودة فعلا. وبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا يفرجوه على الحاجات اللي هم لقوها في التلج واللي بتكون عبارة عن ملابس وأدوات للبشر. وبتكمل ميتشي كلامها وبتقول لميجو انها من خلال البحث عرفت ان الكائنات دي عايشين تحت الجبل، وده لانهم ما بيقدروش يعيشوا فوق السحاب والمسافات العالية دي كلها زيهم. وبتطلب ميتشي من ميجو انه ينزل بنفسه تحت الجبل علشان يجيب واحد من البشر معاه، وانهم بكده هيقدروا يثبتوا لسكان القرية بتاعتهم ان كلامهم كان صح. وساعتها بيظهر ميجو في الاول وهو رافض الفكرة، ولكنه بيوافق بعدها لما بيقدروا كلهم يقنعوه انه لازم ينزل علشان يثبت براءته، وكمان علشان يلغي قرار نفيه بره القرية. ومن ناحية تانية بنروح لمدينة البشر، وهناك بنشوف يوتيوبر اسمه بيرسي وهو واقف بيصور فيديو مع مديرة اعماله اللي اسمها بريندا، واللي بيقول لها انه عاوز يفبرك فيديو لعنكبوت عملاق وهو بيهاجمه، وانه هيصور الفيديو ده وهو بيحاول يحمي نفسه منه. وبيحاول بيرسي انه يقنع بريندا بالفيديو ده علشان يجيب مشاهدات اكتر. فبترد عليه بريندا وبتقول له انها ما بتحبش النوع ده من الفيديوهات، وانها عاوزة تعمل فيديوهات عن حماية الحيوان زي ما كانوا بيعملوا قبل كده. فبيقول لها بيرسي انهم فضلوا يعملوا الفيديوهات دي كتير جدا قبل كده وما كانش في حد بيتفرج عليهم، ولكنهم لو عملوا نوع الفيديوهات دي هتعجب الناس اكتر. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي الطيار اللي وقع بالطيارة بتاعته على الجبل، واللي بيفضل يجري وبيقول انه شاف كائنات اليتي. فبيروح له بيرسي وبيهديه وبيقول له ان اليتي كائنات اسطورية وانها ملهاش وجود من الاساس. ولكن بعد شوية بيقعد بيرسي بيفكر في كلام الطيار ده، بيقول انها فكرة كويسة الفيديو جديد. وفعلا بيروح بيرسي لبريندا وبيقترح عليها انها تلبس بدلة تنكرية على هيئة كائنات اليتي وتمثل انها بتهاجمه، وانهم هيصوروا فيديو ليهم وهم بيعملوا كده علشان ينزلوه على اليوتيوب. ولما بتشوف بريندا البدلة التنكرية اللي بيرسي جابها بتتضايق جدا وبتقوله انها مش موافقة على الموضوع ده. ومن ناحية تانية بنشوف جوانجي وفليم وكولكا وهما بيتفقوا مع ميجو انهم هينزلوه من فوق الجبل باستخدام الحبل، وبنشوف بعدها ميجو وهو مربوط، وبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا ينزلوه بالحبل من فوق الجبل، ولكنهم للأسف ما بيلحقوش يكملوا خطتهم. وبيجي فجأة أخو ميتشي اللي اسمه ثورب وبيسألهم عن اللي هما بيعملوه هنا، وساعتها بيسيبوا كلهم الحبل فبيقع ميجو على الأرض. وبيفضل ميجو ماشي وهو مش عارف هو رايح فين لحد ما بيوصل لبيت بيرسي. وفي الوقت ده بيخرج بيرسي من البيت وبيتصل ببريندا علشان يصالحها ويقنعها بفكرة الفيديو، واللي أول ما بيخرج بيشوف ميجو وبيكون فاكر إنها بريندا، وبيفرح بيرسي جدا لأنها وافقت على تصوير الفيديو لبست بدلة اليتي، وبيقول لها إن شكلها بقى شبه كائنات اليتي بالظبط.
وبيطلع بيرسي الموبايل علشان يصورها، ولكن وقتها بيفضل ميجو يتكلم معاه علشان يشرح له انه مش عارف هو مين وبيعمل ايه، ولكن بيظهر وقتها صوت ميجو وهو بيتكلم بلهجة اليتي، وبيكون بيرسي هو كمان بيتكلم بلهجة غريبة بالنسبة لميجو، وبيكونوا هما الاتنين مش عارفين يتواصلوا ومش فاهمين بعض. واثناء ما بيرسي مندمج في تصوير الفيديو بتاعه بيتفاجئ لما بيشوف بريندا وهي راكبة الدراجة الجليدية بتاعتها وبتتحرك، وساعتها بيكتشف بيرسي ان اللي قدامه ده يبقى كائن يتي حقيقي، فبيصرخ بيرسي وبيجري بسرعة لحد ما بيمسك بندقية التخدير وبيضرب رصاصة المخدر على ميجو، ولكن الرصاصة بتطير لفوق وبتنزل تاني على بيرسي وبتفقده الوعي. فبيفرح ميجو جدا وبيقول انه هياخده معاه فوق الجبل علشان يوريه لسكان القرية بتاعته، وبيكون ميجو فرحان جدا لانه اخيرا هيقدر يثبت براءته. واثناء الطريق بتحصل عاصفة ثلجية قوية وبيكون ميجو مش عارف يتحرك منها، وفي الاخر بيقرر ميجو انه يدخل يستخبى في كهف لحد ما العاصفة تخلص. وبعد ما بيدخل ميجو جوه الكهف بيتفاجئ ان بيرسي اتجمد تماما ومش بيتحرك من مكانه، فبتيجي لميجو فكرة وبيقرر انه يربطه في خشبة ويحطه شوية على النار علشان يدفيه، وفعلا بيعمل كده وبيفضل يقلبه على النار. ولما بيفوق بيرسي بيكون فاكر ان ميجو حطه على النار علشان يشويه، وبيفضل بيرسي يتحايل عليه انه ما ياكلوش. وبعد شوية بتقدر النار انها تقطع الحبل اللي هو مربوط بيه، وفعلا بيقدر بيرسي انه يحرر نفسه وبيجري وبيخرج التليفون بتاعه بيصور بيه فيديو لميجو وبيبعته لبريندا، وبيطلب منها انها تنزله في كل مكان لانه ممكن ما يخرجش تاني من هنا. وبيفضل بيرسي يجري في الكهف لحد ما بيتفاجئ بدبة عملاقة واقفة قدامه، فبيستسلم بيرسي للموت لان الدبة دي اكيد هتاكله، ولكنه بعدها بيتفاجئ بميجو اللي بيجي وبيقف قدام الدبة، وبنعرف وقتها ان الدبة متضايقة لان زوجها واولادها نايمين وانها مش عاوزاهم يصحوا من صوتهم العالي، فبيعتذر لها ميجو وبيقول لها انهم هيمشوا من الكهف دلوقتي. واثناء ما ميجو بيتكلم مع الدبة بيخبي بيرسي ورا رجله علشان يحميه، ولما بيجوا هما الاتنين يخرجوا من الكهف بيقع ميجو في الفخ اللي كان موجود جوه الكهف، وساعتها بيحس بيرسي بالذنب وبيقرر انه ما يتخلاش عن ميجو لانه كان بيحاول يحميه من الدبة. وفعلا بيرجع بيرسي وبيساعده وبيخلصه من الفخ ده، وكمان بيربط له رجله اللي اتصابت من الفخ. وفي الوقت ده بيحاول ميجو انه يستخدم لغة الاشارة علشان يشكر بيها بيرسي على انقاذه، وبيبدأ ميجو يشاور له انه عاوزه يجي معاه فوق الجبل. وساعتها بيقرر بيرسي انه يخوض المغامرة اللي كان هو بيتمناها، وبيطلع الموبايل وبيصور فيديو بيقول فيه ان الكائن ده عاوزه يطلع معاه فوق الجبل، وان دي مغامرة كبيرة ومرعبة ولكنه هيخوضها. وفعلا بيشاور بيرسي لميجو بالموافقة وبيقول له انه هيجي معاه، وفعلا بياخده ميجو وبيطلع بيه فوق الجبل. وفي الوقت ده بنشوف والد ميجو وهو بيحاول يشد لنفسه الحبل اللي هينطلق بيه علشان يرن الجرس، ولان ميجو ما بيكونش معاه بيشد درج للحبل بنفسه وبينطلق، ولكنه للاسف بيطير بعيد عن الجرس. وبيتفاجئ لما بيشوف ان الشمس طلعت قبل ما يرن الجرس، وبيحس وقتها ان كلام ابنه ميجو كان صح وان الاحجار فعلا ممكن تكون غلط. ومن ناحية تانية بتكون ميتشي اللي بتقرر انها تنزل على الارض علشان تدور على ميجو، وده لانها بتكون حاسة بالذنب علشان هي اقنعته انه ينزل. فبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا يطلبوا منها ما تعملش كده وبيحاولوا انهم يقنعوها، وفجأة بيسمعوا كلهم صوت ميجو وهو جاي بعيد، وفعلا بيكون ميجو قدر انه يطلع فوق الجبل مرة تانية. ووقتها بيجروا كلهم على ميجو وبيحضنوه، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا بيرسي وبيكونوا منبهرين جدا بيه، وبيكون بيرسي هو كمان منبهر بيهم ومش مصدق ان في كائنات يتي تانية زي ميجو. وفي الوقت ده بتقول ميتش لميجو انهم لازم يروحوا يتكلموا مع سكان القرية علشان يصدقوا ان في كائنات رجلها صغيرة موجودة على الارض. وفعلا بيروح ميجو وباقي الفريق على القرية وبيفرجوهم على بيرسي، ووقتها بيكونوا كل كائنات اليتي مصدومين ومش مصدقين ان فعلا في كائنات رجلها صغيرة، وساعتها بيفهموا ان كده الاحجار هي اللي كذابة ومش كلها حقيقية. وفي الوقت ده بيجي حارس الاحجار وهو متضايق جدا وبيقول لهم ان في حاجات كتير هم ما يعرفوهاش، ولكن كائنات اليتي ما بيهتموش بكلامه وبياخدوا بيرسي وبيفضلوا يلعبوا معاه. وبيبان وقتها ان بيرسي منبهر جدا بيهم وبيفضل يصورهم هم وكل حاجة حواليه. وبنروح بعدها لميجو وهو قاعد مع والده اللي بيكون باين عليه الحزن، ولما بيسألوا ميجو سبب حزنه بيقول له والده انه الصبح ملحقش يرن الجرس في ميعاده زي كل يوم، وان بالرغم من كده الشمس طلعت، وان ده معناه ان في احجار تانية مش حقيقة، لان الاحجار بتقول ان ضرب الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي ثورب وبينادي على ميجو وبيقول له ان والده حارس الاحجار عاوز يشوفه، فبيروح ميجو معاه لحد ما بيوصلوا لحارس الاحجار اللي بياخد ميجو وبينزلوا المكان غريب، وهناك بيستخدم حارس الاحجار الصولجان بتاعه وبيفتح بيه سرداب سري تحت الارض وبينزلوا فيه هما الاتنين. وهناك بيتصدم ميجو لما بيشوف رسومات للكائنات اللي رجلها صغيره واللي هما البشر، وبيبدا حارس الاحجار يحكي لميجو ان اجدادهم زمان كانوا عايشين مع البشر في مكان واحد، ولكن مع الوقت بداوا البشر يصطادوهم علشان يستخدموا الفروه بتاعتهم وكمان اجزاء جسمهم في الصناعات
التصرفات اللي بيعملوها، وإن عشان كده قرروا الأجداد إنهم يطلعوا يعيشوا فوق الجبل هنا، وده لأن الارتفاع بتاعه كبير جدا، وإن محدش من البشر هيقدر يتنفس كويس لأن الأكسجين هنا قليل جدا. فبيتصدم ميجو وبيحس بالخوف وبيفتكر بيرسي أول ما شافه، وإنه فعلا كان عاوز يضربه بالبندقية علشان يموته. وفي الوقت ده بياخدوا حارس الأحجار وبيدخلوا جوه كهف غريب، وهناك بيوريله مصنع الدخان بتاعهم، وبيعترف له إن الغيوم اللي حوالين الجبل دي غيوم وهمية، وإن هو اللي عاملها علشان محدش من البشر يشوف القرية بتاعتهم ويعرف مكانهم. ووقتها بيتصدم ميجو أكتر وما بيكونش عارف هيتصرف إزاي. وساعتها بيقول له حارس الأحجار إن الأجداد صنعوا الأحجار دي علشان تكون هي القانون اللي بيحمي كائنات اليتي من خطر البشر، وعشان كده ما ينفعش حد يشكك فيها ولا يقول عليها إنها مش حقيقية. وبيطلب حارس الأحجار من ميجو إنه يطلع ويقول لكل كائنات اليتي إنه كان غلطان في موضوع الكائن اللي رجله صغيرة ده، وإن هو هيتصرف في الباقي. وفي الوقت ده بيكون ميجو مش عارف هيعمل إيه ولا عارف هيقول إيه لسكان القرية. ومن ناحية تانية بيكون بيرسي قاعد مع ميتشي وبيحاول يشرح لها بالرسومات تاريخ البشر، وكمان بيعرفها شكل البيوت بتاعتهم اللي بتكون على شكل المثلث، وإن في حيوانات كتير عايشين معاهم. وفي الوقت ده بتكون ميتشي فرحانة ومنبهرة جدا من اللي بيرسي بيحكيه، وبتبدأ تحكي له هي كمان عن تاريخ كائنات اليتي. وبعدها بيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض. وبعد شوية بيحس بيرسي إنه مش قادر ياخد نفسه، وده بيكون بسبب نقص الأكسجين. وفي الوقت ده بيروح لهم ميجو، ولما بيشوف رسومات بيرسي اللي كان راسمها على الجدار بيفتكر الكلام اللي حارس الأحجار قالهوله، وإن البشر فعلا خطر عليهم. فبيقول ميجو لميتشي إنه عاوز ياخد بيرسي معاه، وفعلا بياخدوا ميجو وبيطلع يتكلم قدام كل سكان القرية، وبيقول لهم إنه كان غلطان وإنه ضحك عليهم. وبيتدخل حارس الأحجار وبيقول لهم إن الكائن أبو رجل صغيرة ده هو نوع من أنواع اليتي ولكن شكله مختلف. وبيوريهم كمان حجر مرسوم عليه رسمة بيرسي، وبيقول لهم إن الأحجار ذكرته قبل كده، وإن ده دليل إن الأحجار حقيقة ومش بتكذب. ولما بيروح واحد من كائنات اليتي وبيسأل ميجو هو لقاه فين، بيقول له ميجو إنه لقاه في كهف قريب منهم. وبيبان وقتها على جوانجي وفليم وكولكا إنهم متضايقين جدا من ميجو، وده لأنهم عارفين الحقيقة، ولكنهم لما بييجوا يواجهوه بيقول لهم ميجو إنه كذب عليهم هم كمان، وإنه فعلا لقاه في كهف قريب منهم، وإن ده نوع تاني من أنواع اليتي. وساعتها بيروح حارس الأحجار لميجو وبيشكره، وبيقول له إنه هياخد البشري ده ويرجعه للكهف اللي هو جابه منه. وفعلا بيروح حارس الأحجار وبياخد بيرسي وبيحبسه في صندوق كبير. فبتتضايق ميتشي وبتروح لوالدها وبتفضل تسأله هيعمل فيه إيه، فبيقول لها والدها إنه هيرجعه للكهف اللي هو جه منه. ومن ناحية تانية بنشوف ميجو اللي بيرجع تاني لوالده وهو محبط وحزين جدا، واللي بيقول لوالده إن عدم المعرفة نعمة كبيرة، لأنه كان عايش حياته عادي قبل ما يعرف الكائن البشري ده، وإن كان كل طموحه إنه يكون هو المسؤول عن رن الجرس. ولكنه دلوقتي بعد ما عرف الحقيقة بقى حزين جدا إنه كذب على كل سكان القرية. فبيواسيه والده وبيقول له إن هو علمه يكون مسؤول عن تصرفاته، وإنه لازم يمشي ورا قلبه ويعمل كل اللي هو شايفه صح، وإنه على الأقل ممكن يرجع الكائن البشري ده للمكان اللي هو جابه منه. فبيتحمس ميجو جدا وبينطلق بالحبل لحد ما بيوصل لبيت حارس الأحجار، وده علشان يحرر بيرسي ويرجعه للمكان اللي هو جابه منه. ولكنه وقتها بيتفاجئ بحارس الأحجار اللي بينادي عليه وبيقول له إنه مش لاقي بنته ميتشي. ولما بيروحوا هما الاتنين للمكان اللي بيرسي موجود فيه بيكتشفوا إنه مش محبوس في الصندوق، وبيفهموا وقتها إن ميتشي قررت تنزل من الجبل علشان توصل البشري ده لوطنه. فبيجري ميجو بسرعة وبيروح لحافة الجبل، وهناك بيلاقي جوانجي وفليم وكولكا، وبيطلب منهم يساعدوه إنه ينزل من الجبل علشان ينقذ ميتشي، ولكنهم بيكونوا متضايقين جدا منه وبيقولوا له إنه كذب عليهم. وساعتها بيقول لهم ميجو إن العالم اللي تحت الجبل خطر جدا، وبيفهمهم إنه اضطر يكذب علشان يحمي كائنات اليتي من البشر واللي ممكن يعملوه فيهم لو عرفوا مكانهم على الجبل. وبيكمل ميجو كلامه وبيقول لهم إنه مش هيزعل لو هم رفضوا مساعدته، وإنه مش هيقدر يتخلى عن ميتشي مهما حصل. وفعلا بيجري ميجو بينط من فوق الجبل، وبمجرد ما بيوصل للأرض بيتفاجئ بجوانجي وكولكا اللي بيكونوا نطوا هم كمان وراه، وبيقولوا له إن هم جايين معاه علشان ينقذوا ميتشي. وبنروح بعدها لميتشي اللي بتكون وصلت ببيرسي لمكان مثلث شبه رسمة البيت اللي كان هو رسمه لها، وهناك بتسيبه ميتشي علشان يفك من التلج ويعرف يتنفس. ولما بيفوق بيرسي بيعرف إن ميتشي سابته ونزلت علشان تكتشف المدينة، ووقتها بيفهم بيرسي إن في كارثة هتحصل، وبينزل بسرعة وبيجري وراها علشان يلحقها. وفي الطريق بيخبط بيرسي في بريندا، وبيتفاجئ لما بيلاقي إن كل الناس اللي ماشيين في الشارع مشغلين الفيديوهات بتاعته، وإنها كمان شغالة على التلفزيونات وفي كل مكان. ولما بيروح بيرسي وبيسأل بريندا على اللي حصل بتقول له بريندا إنها عملت اللي هو طلبه، وإنها نشرت الفيديوهات اللي هو بعتها لها، وإن الفيديوهات دي طلعت ترند والناس كلها حبتها، وإنه جاله عروض كتير علشان يطلع في برامج تلفزيونية، وبتعرفه كمان إنه بقى مشهور جدا. ومن ناحية تانية بتكون ميتشي بعد ما وصلت لوسط المدينة، واللي بتظهر وهي منبهرة جدا
جدا بشكل المدينة والأنوار اللي حواليها في كل مكان، ولكنها بالغلط بتخبط العربيات في بعض، وده لأن حجمهم صغير جدا بالنسبة لها، فبتتخض ميتشي جدا وبتخبط في مصنع ألعاب نارية، وساعتها بتنفجر كل الألعاب النارية اللي جواه. وفي الوقت ده بيعرف ميجو وفريقه مكان ميتشي من الصواريخ اللي ظهرت في السما دي، وبيتحركوا كلهم بسرعة ناحية المكان اللي هي موجودة فيه. وبنرجع تاني لميتشي اللي بتفضل تجري بسبب عربيات الشرطة اللي بتطاردها، وبتظهر وقتها طيارة هليكوبتر وهي بتحاول تلحقها. وفي الوقت ده بيجي جوانجي وبيشد ميتشي وبيخبيها، ووقتها بيظهر ميجو وبيقول لميتشي انهم جم هنا علشان ينقذوها، ولكن ميتشي بتفضل تزعق له وبتكون متضايقة جدا منه. فبيبدأ ميجو يفهمها كل حاجة وبيوريها صور للبشر وهم بيصطادوا الحيوانات، وساعتها بتفهم ميتشي ان البشر فاكرينهم وحوش. وفي الوقت ده بتقاطعهم كولكا وبتقول لهم ان عربيات الشرطة جاية ناحيتهم وانهم لازم يهربوا بسرعة من هنا. وفعلا بيطلعوا كلهم يجروا، وبتبدأ الشرطة تجري وراهم بالدراجات الجليدية من كل مكان. ولما بيشوف بيرسي اللي بيحصل ده بياخد دراجة جليدية هو كمان وبيجري وراهم، وبيفضل ميجو وفريقه يجروا بسرعة، ولكن الطيارة بتلحقهم وبتقرب منهم وبتكون خلاص على وشك انها تقبض عليهم، ولكن فجأة بتتخبط الطيارة بحجر وبتبعد عنهم. وساعتها بيكتشف ميجو وفريقه ان حارس الأحجار هو اللي عمل كده، واللي بيكمل وبيرمي باقي الأحجار اللي معاه على الطيارة لحد ما بيوقعها. وبيطلب حارس الأحجار من ميجو انه ياخد فريقه ويهربوا بسرعة ويرجعوا على القرية، ولكن وقتها بيقول له ميجو انه مش هيخلي البشر يعرفوا مكان القرية بتاعتهم، وعلشان كده بيطلب منهم يهربوا هم وهو يتصرف معاهم. وبيجري ميجو بسرعة على الدراجات الجليدية علشان يشتتهم، وفعلا بيخليهم يجروا وراه هو لحد ما بيقدر انه يهرب منهم، ولكنه بعدها بيتفاجئ ان في شخص بشري قدر يلحقه. وساعتها بنكتشف ان الشخص ده يبقى هو بيرسي، واللي بينزل من الدراجة بتاعته وبيطلب من ميجو انه يسامحه على اللي هو هيعمله. وفجأة بيطلع بيرسي بندقية التخدير وبيصيب ميجو برصاصة مخدرة. وبعد شوية بنشوف ميجو تاني وهو بيجري من الشرطة اللي بتطارده. للأسف بتقدر الشرطة انها تمسكه المرة دي، ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيكتشفوا انه مش كائن يتي حقيقي، وانهم مسكوا بيرسي اللي كان لابس البدلة التنكرية بتاعت كائنات اليتي اللي كان هو مديها لبريندا علشان يصوروا الفيديو. ومن الناحية التانية بيفوق ميجو من أثر المخدر وبيقول لفريقه ان بيرسي ضربه ببندقية التخدير علشان يهربه ويروح هو يشتت الشرطة. وبنرجع تاني لبيرسي بعد ما الشرطة قبضت عليه واللي بيتهموه بتخريب المدينة، ولكن بيرسي ما بيكونش فارق معاه كل ده، وبيفضل يبص من بعيد على ميجو وفريقه بيكون فرحان لأنهم بخير. وساعتها بيفضل ميجو وفريقه باصين على بيرسي وهم بيشكروه كلهم لأنه السبب في إنقاذهم. وفي الوقت ده بيمسح بيرسي كل الصور والفيديوهات اللي صورها الكائنات اليتي، وده علشان محدش من البشر يشوفهم ويأذيهم. وبعد فترة بنشوف ميجو وهو واقف بيتكلم مع سكان القرية بتاعته وبيحكي لهم على اللي حصل، واللي بيقول لهم إنه كذب عليهم علشان يحميهم من البشر اللي كانوا بيطاردوا أجدادهم زمان، وبيعرفهم إن البشر كانوا بيقتلوهم زمان لأنهم كانوا معتبرينهم وحوش وبيخافوا منهم. وبيكمل ميجو كلامه وبيقول إن الحل إنهم يعيشوا وسطهم زي الأول، وإن هم بكده هيعرفوا إنهم مش وحوش ولا حاجة. فبيوافقوا كل سكان القرية على كلام ميجو وبيكونوا متحمسين جدا. وفعلا بيوقف حارس الأحجار مصنع الدخان وبيشيل كل الغيوم اللي حوالين الجبل، وأخيرا بينزلوا كل كائنات اليتي مع ميجو من على الجبل، ولكنهم وقتها بيتفاجئوا بعدد كبير من الشرطة وهم واقفين علشان يحاربوا كائنات اليتي. ولكن فجأة بيظهر بيرسي من وسط سكان المدينة وبيروح ينضم لكائنات اليتي، وبعدها بتنضم له بريندا هي كمان، وبيقولوا لهم ان كائنات اليتي مسالمين جدا وانهم مش وحوش زي ما هم متصورين. فبيتأثروا باقي سكان المدينة وبينضموا لهم، وفي المدينة بيقدر ميجو انه يرتبط بميتشي، واخيرا بتنتهي الحرب وبيعيشوا البشر وكائنات اليتي مع بعض في حب وسلام. فيلم أوراين أند ذا دارك. فيلمنا النهارده بيبدأ بولد صغير اسمه أوراين وهو في المدرسة بتاعته، واللي بيبدأ يحكي لنا عن نفسه وبيقول ان هو معجب بزميلته اللي اسمها سالي، وانه كان دايما نفسه يتكلم معاها ولكنه خايف من انها تحرجه وما تردش عليه. وبيطلع أوراين الدفتر بتاعه اللي بيسجل فيه كل حاجة هو بيخاف منها، وساعتها بنكتشف ان أوراين بيخاف من كل حاجة في حياته تقريبا. وبيحكي أوراين وبيقول انه بيرسم في الدفتر ده كل السيناريوهات الوحشة اللي ممكن تحصل معاه، زي انه بيخاف من انه يدخل حمام المدرسة لانه ممكن يبوظ ويغرق المدرسة كلها، وانه كمان بيخاف من انه يرفع ايده لما المدرسة تسأل سؤال في الفصل لان ممكن اجابته تكون غلط وساعتها كل الطلاب هيتريقوا عليه. وعلشان كده بيقرر أوراين انه ما يرفعش ايده علشان يجاوب حتى لو كان واثق من الإجابة. وبعدها بيروح أوراين للخزانة بتاعته وهناك بيقابل زميله المتنمر اللي اسمه ريتشي، وساعتها بيبدأ أوراين يكمل حكايته وبيقول ان ريتشي ده من اكتر الحاجات اللي هو بيخاف منها لانه شخص شرير وممكن يضربه. وبيكمل أوراين وبيقول انه حتى لو هو اللي ضربه ممكن ريتشي يتصاب او يموت، وساعتها هتيجي الشرطة وتقبض عليه وتسجنه. وعلشان كده
بيقرر أوراين إنه ما يردش على مضايقات ريتشي ليه مهما حصل. وبعدها بيرجع أوراين للفصل، وهناك بتقول لهم المدرسة إنهم بكرة هيطلعوا رحلة للمرصد الفلكي، وإنهم لازم كلهم يجوا الرحلة دي علشان يتفرجوا على الكواكب. وفي الوقت ده بيتخيل أوراين كل السيناريوهات المخيفة اللي ممكن ياخدها في الرحلة دي، زي إن ممكن يحصل كارثة كونية توقع الكواكب على بعض وتموتهم كلهم، أو إن ممكن إيده تلمس إيد البنت اللي قاعدة جنبه بالغلط وهم بيتفرجوا على الكواكب، وساعتها الطلاب كلهم هيضحكوا عليه. وعلشان كده بيقرر أوراين إنه ما يطلعش معاهم الرحلة دي. وبيقول أوراين للمدرسة إنه مش هيقدر يجي بسبب إن باباه ومامته مش مقتنعين بوجود الفضاء من الأساس، وإنهم أكيد هيمنعوه من إنه يروح الرحلة دي. وفي نهاية اليوم الدراسي بيروح أوراين على البيت وبيكمل حكايته، وبيقول إن من أكتر الحاجات اللي هو بيخاف منها إنه في يوم يرجع من المدرسة ويلاقي باباه ومامته قرروا إنهم يسيبوه لوحده ويمشوا من البيت. وبعد شوية بنشوف والدة أوراين اللي بتكون مبسوطة جدا برجوعه من المدرسة، واللي بتقوله إنها عملت له الأكل اللي هو بيحبه، وبتعرفه إنها لقت الورقة بتاعت رحلة المرصد الفلكي واللي المفروض أولياء الأمور بيمضوا عليها علشان أولادهم يروحوا الرحلة. وفي الوقت ده بتفهم والدة أوراين إن ابنها كان مخبي الورقة دي منهم لأنه خايف من إنه يطلع الرحلة دي. وساعتها بتفضل والدة أوراين تتكلم معاه هي ووالده، واللي بيقوله إنه لازم يروح الرحلة دي وما يخليش الخوف يتحكم في حياته. وبيحاولوا هما الاتنين يقنعوه إنها حاجة كويسة إنه يعمل حساب لكل حاجة، ولكن لو الموضوع ده أخد أكبر من حجمه حياته هتتدمر. وبالليل بيقعد أوراين يتفرج مع أهله على التلفزيون، ولما الوقت بيتأخر بيدخل أوراين أوضته علشان ينام، وبيطلب من والده ووالدته إنهم يسيبوا الباب مفتوح لأنه بيخاف من الضلمة. وفعلا بيسيبوا أهل أوراين الباب مفتوح وبيمشوا، وساعتها بينور أوراين كل الأنوار اللي حواليه علشان يعرف ينام. وبالرغم من كل ده بيكون لسه خايف، وقبل ما أوراين يروح في النوم بتبدأ الأنوار كلها تطفي وبيتغير الجو فجأة، وبتبدأ الدنيا تمطر، ومع الرعد والبرق اللي في السماء بيفضل أوراين يتخيل حاجات وأشكال غريبة حواليه. وفجأة بيتكون في أوضة أوراين كائن غريب وغامض، واللي بيظهر لأوراين وبيعرفه بنفسه وبيقوله إنه كائن الظلام وإن اسمه دارك. فبيخاف أوراين جدا منه وما بيكونش عارف يتصرف إزاي. وساعتها بيقول دارك لأوراين إن في بشر كتير في العالم بيخافوا من الضلمة، وخصوصا الأطفال، ولكنه من بين كل البشر دول هو أكتر واحد بيفضل يصرخ بالليل وبيسبب له إزعاج كل يوم. وعلشان كده هو قرر إنه يجيله بنفسه علشان يثبت له إن الضلمة مش وحشة قوي زي ما هو متخيل. ولكن أوراين بيفضل خايف منه وبيدور على أي مكان يستخبى فيه. وساعتها بيقول له دارك إن الحل الوحيد لخوفه هو إنه يجي معاه في رحلة ليلية علشان يشوفه بيشتغل إزاي. وبيكمل دارك كلامه وبيقول لأوراين إن هو بعد الرحلة دي هيعرف بنفسه إن الضلمة مش بتخوف ولا حاجة. ولكن أوراين بيرفض الفكرة وبيكون لسه خايف منه. فبيفضل دارك يحاول إنه يقنع أوراين إن هو لازم يجي معاه علشان الليلة دي هتكون السبب في تغيير حياته، وإنها هتثبت له إن مفيش أي حاجة تستاهل من إنه يخاف منها، وإنه لو قدر يتغلب على أكبر خوف عنده هي الضلمة ده هيساعده إنه يتغلب على أي حاجة تانية من اللي هو بيخاف منها. فبيتشجع أوراين شوية، وبالرغم من إنه بيكون لسه متردد إلا إنه بيوافق في الآخر. وفعلا بيطير دارك وبياخد أوراين معاه، وبيبدأوا هما الاتنين رحلتهم علشان يلفوا كوكب الأرض كله. وبيظهر وقتها إن كل مكان هما بيعدوا عليه بيتحول لضلمة. وبعد شوية بيظهر كائن تاني واللي اسمه ضوء النهار، واللي بيطير في نفس الوقت على أماكن تانية علشان ينورها. وساعتها بيكون أوراين منبهر جدا من اللي هو شايفه، ولكنه بيكون لسه خايف وبيطلب من دارك إنه يسيبه يروح لبيته. ولكن وقتها دارك بيرد عليه وبيقول له إن المكان اللي هم فيه بعيد عن بيته بمسافة كبيرة، وإنه مش هيعرف يروح لوحده. وبيطلب من أوراين إنه يستنى معاه لآخر الرحلة علشان يلحق يتعرف على أصدقائه من الكائنات الليلية. وفعلا بيروحوا هما الاتنين لمكان أصدقاء دارك، وهناك بيتعرف أوراين على الكائنات الليلية اللي بيكونوا هما النوم والأرق والهدوء والأصوات المزعجة والأحلام السعيدة. وبيقول دارك لأوراين إن دول هما ال5 كائنات الليلية اللي بيساعدوه في شغله، وإن كل واحد فيهم مسؤول عن حاجة معينة. وساعتها بتتدخل الأحلام السعيدة واللي بتكون متضايقة جدا لأنه مش مسموح لدارك إنه يجيب معاه حد من البشر ويعرفوا عليهم. وبتقوله كمان إن البشري ده ممكن يعطلهم عن شغلهم، وبكده هيحصل للناس خلل في نظامهم البيولوجي. ولكن وقتها بيطلب دارك منها إنهم يخلوه معاهم ليلة واحدة بس، وبيوعدها إنه مش هيزعجهم وهيسيب كل واحد يشوف شغله. فبيوافقوا كل الكائنات الليلية على طلب دارك وبيسيبوه وبيمشوا علشان يشوفوا شغلهم. وبيقول دارك لأوراين إنهم هيروحوا مع بعض دلوقتي علشان يشوفوا الكائنات الليلية بيشتغلوا إزاي. وفعلا بيروحوا هما الاتنين مع كائن النوم اللي بيعدي على الناس اللي مش جايلها نوم علشان يساعدهم. وبيستخدم كائن النوم مخدة سحرية وبيحطها على وش واحد فبينام. وبيروح بعدها كائن النوم لواحدة تانية وبيحط على وشها منديل مخدر وبينيمها هي كمان. ولما بيروح كائن النوم عند طفل رضيع وبيطلع مطرقة النوم السحرية بيتضايق أوراين وبينادي عليه وبيقوله إن اللي هو بيعمله ده غلط. فبيتضايق كائن النوم من أوراين وبيطلب منه إنه ما يتدخلش علشان يعرف يشوف
يشوف شغله. بعدها بيروح دارك هو وأوراين لكائن الأرق اللي بيعدي على الناس اللي خلاص قربت تنام وبيفكرهم بذكرياتهم الوحشة اللي حصلت لهم علشان يفضلوا يفكروا فيها. بعدها بيكمل دارك هو وأوراين رحلتهم وبيروحوا لكائن الهدوء اللي بيوصل لمكان معين وبيسحب كل الضوضاء اللي فيه، ولكن وقتها أوراين بيتكلم وبيرجع كل الأصوات لوضعها الطبيعي. وساعتها كائن الهدوء بيتضايق من أوراين وبيقوله إنه بيبوظ شغله وبيطلب من دارك إنه ياخد أوراين ويمشوا. وفعلا بيروح دارك وبياخد أوراين وبيقوله إنهم هيروحوا عند أهم واحدة في الكائنات الليلية، وهي أحلام سعيدة، واللي بتكون موجودة جوه حلم الواحدة نايمة، واللي بتكون خايفة جدا بسبب إن عندها عرض تقديمي بكرة في شغلها. وفي الوقت ده بيدخل دارك هو وأوراين للحلم وبيتفرجوا على أحلام سعيدة وهي بتفرجها على العرض بتاعها وبتحاول تطمنها إنه هينجح وإنها هتترقى وإن بنتها هتكون فخورة بيها. ولكن في الوقت ده بيتكلم أوراين وبيقول لدارك إنه لما كان عنده عرض تقديمي في المدرسة حلم إنه في عيادة أسنان، وبعد ما أوراين بيخلص كلامه بيتحول الحلم كله فجأة لعيادة أسنان. وساعتها بيفهم أوراين إن أي حاجة هو هيفكر فيها أثناء وجوده في الحلم هتتحقق. وساعتها بيكمل أوراين كلامه وبيقول إنه بيخاف من حاجات كتير، زي إنه بيخاف من زميله ريتشي اللي دايما بيتنمر عليه، وبيقول لدارك إنه بيفضل يفكر فيه طول الوقت. وساعتها بيتحول الحلم لكابوس مرعب، وساعتها بتفضل أحلام سعيدة تزعق لأوراين لأن اللي هو بيعمله ده بيبوظ شغلها. ولكن فجأة بيظهر ريتشي من تحت الأرض وبيكون ضخم جدا، واللي بيقدر إنه يحبس دارك وأحلام سعيدة في الدولاب، وبيفضل يجري ورا أوراين وبيكون عاوز يخلص عليه. ووقتها بينادي دارك على أوراين وبيقول له إنه لازم يفكر في حاجة ينقذ بيها نفسه. وساعتها بيفتكر أوراين تخيلاته عن الحمام اللي ممكن يتسد ويغرق المدرسة، وفعلا بتنجح فكرته، بيظهر الحمام وبيغرق ريتشي، وبعدها بيظهر باب عملاق وبيسحبه وبيكون خلاص هيسحب أوراين هو كمان. وساعتها بتقول أحلام سعيدة لدارك إن أوراين لو مات في الحلم هيموت كمان في الواقع. وساعتها دارك بيحرر نفسه وبيروح ينقذ أوراين على آخر لحظة وبياخده وبيخرجوا كلهم من الحلم. وبعدها بنشوف أحلام سعيدة اللي بتكون متضايقة جدا وبتقول لأوراين إن اللي عمله ده كان ممكن يعمل لهم خلل في النظام، فبيحزن أوراين جدا وبيقول إنه عمره ما هيتغلب على المخاوف بتاعته. فبيرد عليه دارك وبيقول له إن في تحسن كبير في شخصيته وإنه على الأقل ما بقاش بيخاف منه دلوقتي، وإن اللي هو شافه في الحلم يثبت إنه شخص عبقري وعنده تخيلات كتير. فبيشكره أوراين وبيكون مبسوط جدا باللي دارك قاله عنه، وفعلا بيبدأ أوراين يتغلب على مخاوفه وبيبدأ يساعد دارك هو وكل الكائنات الليلية في شغلهم. وبعد ما بيخلصوا الشغل ويروحوا علشان يرتاحوا بيتفاجئوا كلهم بضوء النهار وهو جاي ناحيتهم، واللي بيشوفوا إنه بدأ ينور مكان قريب منهم. وساعتها بيقول دارك لأوراين إن ضوء النهار ده هو ألد أعدائه، وإنه لو فضل واقف وضوء النهار عدى عليه ممكن يخفيه للأبد، وإنه لازم يهرب منه بسرعة. وفعلا بيهرب دارك هو وكل اللي معاه قبل ما النهار يلحقهم، وبيفضلوا كلهم طايرين لحد ما بيوصلوا لمكان ضلمة. وهناك بيبدأ أوراين يتكلم مع الكائنات الليلية وبيقول لهم إنه برغم حبه لدارك إلا إنه لسه بيخاف من الضلمة، وإنه مازال بيحب ضوء النهار وبيحس فيه بالأمان والدفى. وساعتها دارك بيسمعه وبيزعل منه جدا، وبسبب كلام أوراين عن ضوء النهار ده بيخلي كل الكائنات الليلية يفتكروا إنهم على طول عايشين بالليل، وبيقولوا إنهم ممكن يعملوا نفس الشغل اللي هم بيعملوه لكن مع النهار، وإن ده هيكون أسهل ليهم. وبعدها بيروحوا كل الكائنات الليلية لدارك وبيبدأوا إنهم يتكلموا معاه وبيقولوا له إنهم زهقوا منه وإنهم مش عاوزين يشتغلوا معاه تاني. فبيرد عليهم دارك وبيقول لهم إن هم فريق واحد وإن ما ينفعش حد فيهم يمشي ويسيب الباقي، وده علشان يفضلوا محافظين على النظام. وبيفضل دارك يعمل محاولات كتير علشان يقنعهم بكده، ولكن للأسف بيكونوا كل الكائنات الليلية مصممين على قرارهم. وساعتها بيمشي دارك لوحده وهو حزين، فبيروح أوراين وراه وبيحاول إنه يصالحه وبيطيروا هما الاتنين. وبيفضل أوراين يتكلم مع دارك وبيقول له إنه ما كانش قاصد يعمل كده وإنه بيحبه جدا، ولكن وقتها بيقول له دارك إنه كان عنده حق في إنه ما يحبش الضلمة، وإنه عارف إن محدش بيحبه وإن كل الناس بتخاف منه، وإن كل أصدقائه سابوه ومحدش منهم عاوز يشتغل معاه تاني. وأثناء ما هما بيتكلموا بيجي ضوء النهار وبيقرب منهم، واللي بيفضل ينادي على دارك علشان يتحرك لأنه لو فضل واقف مكانه هيختفي للأبد. ولكن وقتها بيكون دارك محبط جدا ومش عاوز يتحرك، وساعتها بيفضل أوراين ينادي عليه هو كمان علشان يتحرك، ولكن دارك بيفضل مكانه لحد ما بيجي ضوء النهار وبيعدي عليه، وبكده بيختفي دارك وبتختفي معاه الضلمة للأبد. وفي الوقت ده بنكتشف إن القصة دي كلها كانت حكاية بيحكيها أوراين بعد ما كبر لبنته اللي اسمها هيبيشيا، واللي بتكون عندها نفس مخاوف والدها وهو صغير. وبنعرف وقتها إن أوراين بعد الحكاية دي كبر واتجوز وخلف بنته هيبيشيا اللي بياخدها معاه لمكان شغله بعد ما بقى مدير للمرصد الفلكي. وهناك هيبيشيا بتسأل والدها أوراين عن اللي حصل بعدها لدارك، فبيقول لها أوراين إنه ما يعرفش حاجة عنه لأنه من وقتها ما شافوش تاني وإن الاتصال بينهم اتقطع. فبتتضايق هيبيشيا وبتقول له إنها نهاية غريبة، وعلشان كده بتطلب منه إنها تعمل
تعديل على القصة علشان تشارك فيها وتخلي نهايتها سعيدة. وفعلا بتدخل هيبيشيا جوه القصة، وبنرجع تاني لأوراين وهو صغير واللي بيكون قاعد وهو حزين جدا بعد ما دارك اختفى، وما بيكونش أوراين عارف يعمل ايه، ولكنه وقتها بيتفاجئ لما بيشوف بنت صغيرة واللي بتظهر قدامه فجأة وبتقوله انها بنته اللي اسمها هيبيشيا، وانها جات له من المستقبل علشان تساعده انه يلاقي دارك ويرجعوه تاني علشان ترجع معاه كل حاجة لوضعها الطبيعي. وفي الوقت ده بنعرف ان اليوم كله بقى نهار، وان الناس بدأت تتخانق مع بعض اكتر، وان الزحمة بقت موجودة طول الوقت، وان الخلل اللي حصل في النظام البيولوجي ده ما بقاش بيخلي الناس تعرف تنام، وبسبب ده الناس كلها اعصابها اتدمرت. واثناء ما أوراين وهيبيشيا بيحاولوا انهم يلاقوا طريقة يرجعوا بيها دارك، بيوصلوا لهم كل الكائنات الليلية وبيقولوا لأوراين انهم عرفوا قيمة دارك لما شافوا اليوم من غيره عامل ازاي، وعلشان كده بيقولوا لأوراين انهم جايين علشان يساعدوه انه يرجع دارك. وساعتها بيقول لهم أوراين انه عايز يساعد دارك ويرجعه، لكنه مش عارف هيعمل كده ازاي. فبتقول له هيبيشيا ان دارك ما اختفاش للابد، وانه لسه عايش في خياله واحلامه، وعلشان كده بتطلب هيبيشيا من كائن النوم انه يخلي أوراين ينام، وبتطلب كمان من احلام سعيدة انها تدخل جوه حلم أوراين وتخليه يشوف اليوم اللي قابل فيه دارك لأول مرة. وفعلا بيبدأ كائن النوم انه يعمل كده، وبينام أوراين نوم عميق. وساعتها بتدخل احلام سعيدة هي وهيبيشيا جوه الحلم بتاع أوراين اللي بيشوف فيه كل المخاوف بتاعته ورا بعض، ولكن هيبيشيا واحلام سعيدة بيساعدوه انه يتغلب على كل مخاوفه، وبيوصلوه لليوم اللي قابل فيه دارك لأول مرة. وساعتها بيكون دارك فرحان جدا لان أوراين افتكره ورجع مخصوص علشانه، ولكن فجأة بيتفتح الدولاب اللي في الأوضة وبيحصل فيه ثقب كبير بيودي العالم المجهول، وبيسحب دارك هو وكل المخاوف بتاعت أوراين. ووقتها بتظهر احلام سعيدة وبتقول لأوراين انها مش هتقدر تعمل حاجة لان ده بسبب المخاوف اللي لسه موجودة جواه هو، وانه لازم يتغلب عليها علشان يحل المشكلة دي. وساعتها بتقول هيبيشيا لأوراين انه لازم ينقذ دارك ويتغلب على مخاوفه، لانه لو خاف دلوقتي دارك هيختفي للأبد ومحدش هيعرف يخرجه تاني. وساعتها بيتشجع أوراين وبيقرر انه ينزل ورا دارك علشان ينقذه، وبتبدأ هيبيشيا هي واحلام سعيدة يساعدوا أوراين وبيعملوا حبل من القماش وبينزلوه بيه. وساعتها بيمسك أوراين هو ودارك في الحبل ده قبل ما الثقب يسحبهم، ولكن فجأة بيتقطع جزء من الحبل ده، وساعتها بيروح دارك وبيمسك أوراين وبينط بيه، وبيمسكوا جزء تاني من الحبل، ولكنهم وقتها بيشوفوا جزء تاني وهو بيتقطع منه. وساعتها بتطير أحلام سعيدة وبتخرج بره الحلم، وبتقول لباقي الكائنات الليلية إنهم لازم يصحوا أوراين بسرعة لأنه لو مات في الحلم هيموت في الواقع. وفعلا بيفضلوا كل الكائنات الليلية يعملوا أصوات عالية وينادوا على أوراين علشان يصحوه بسرعة، ولكن كل محاولاتهم بتفشل لحد ما بتقرب هدوء من أوراين وبتقوله يصحى لأنه لو فضل نايم الرحلة بتاعته هتروح عليه ومش هيشوف سالي تاني. وساعتها بيصحى أوراين على طول، وفعلا بيقدر إنه يحرر دارك من الثقب وبيخرج بيه بره الحلم. وساعتها بيكون دارك فرحان جدا لأنه رجع للحياة مرة تانية، وبعد ما كل حاجة بتخلص بيكون أوراين فرحان لأنه أنقذ دارك. وفي الوقت ده بيقرر دارك إنه يرجع أوراين هو وهيبيشيا للبيت، وبعد ما بيوصلوا كلهم بيروح دارك لأوراين وبيودعه وهو حزين وبيسيبه وبيمشي. ولكن للأسف بتتعلق هيبيشيا في الزمن ده، وما بيكونش أوراين عارف هيرجعها ازاي للزمن بتاعها. ولما بيطلعوا هما الاتنين للأوضة بتاعت أوراين بيظهر لهم فجأة ولد صغير اسمه تيكو، وبيقول لهم إن هو جاي من المستقبل بآلة الزمن بتاعته علشان يرجع هيبيشيا للزمن بتاعها. وفعلا بيجهز تيكو آلة الزمن وبياخد هيبيشيا وبيرجعوا للزمن بتاعها، وبيودعها هي ووالدها أوراين وبيمشي. وبتعدي سنين كتير بنشوف تيكو الولد الصغير ده وهو بيحكي لمامته هيبيشيا إنه قدر ينقذها وهي صغيرة من القصة، وبيحكي لها إنه رجع بيها للزمن بتاعها. فبتقول له هيبيشيا إنهم كده هما الاتنين قدروا يتغلبوا على مخاوفهم، وبتسيبه علشان ينام. وبتخرج هيبيشيا وبتسلم على والدها أوراين اللي بنشوفه بعد ما كبر وبقى راجل عجوز، واللي بيسألها عن حفيده تيكو. فبتقول له هيبيشيا إنه أخيرا حط نهاية للقصة بتاعته، وإنه قدر يعمل آلة زمن ويرجع كل حاجة لمكانها. فبيضحك أوراين وبيقول لها إن القصص بتاعتهم مش بتنتهي أبدا. وبنرجع وقتها للقصة من تاني، وبنشوف أوراين اللي راح رحلة المرصد الفلكي بعد ما قدر إنه يتغلب على خوفه، وأخيرا بيقدر أوراين إنه يعترف لزميلته سالي بحبه. وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر، وبنشوف أوراين وزوجته سالي وهم قاعدين بيتفرجوا على النجوم، وبيفتكر أوراين الرحلة اللي خاضها مع دارك واللي قدر بيها إنه يتغلب على كل مخاوفه. وبكده نكون خلصنا قائمة أفضل الأفلام الأنيميشن اللي قدرت تتفوق على أفلام ديزني. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة موفي ستوري وتقول لنا رأيك في كومنت. وبس كده، سلام.